أني سمعته ده صح؟ سكري خشمك، لو فتحتي بقك هقتلك مكانك، انت فاهمة؟ ليه عملتي كده يا اسماعيل؟ ليه؟ يا ولية بقولك اخرسي، مش عايزة اسمع لك صوت. حاولت ان هي تجري، بقى انت اللي اضطرتيني اعمل كده. في الوقت ده أهلا بحبايب قلبي، جاية لكم بقصة صعيدي جامدة جدا، جبروت فوق العادة. يلا نشوف قصتنا. ايه الكلام اللي هتقوله ده يابا؟ ازاي عايزني اتجوز من صعيدي؟ لا، انا مش عايزة اتجوز صعيدي. هو كده اللي عندي، ودي اخر كلام قلته. طيب هو مين؟ حضرتك عايز تجوزني مين؟ عايز تجوزني حد معرفهوش؟ انا ابوكي واضرب مصلحتك. وهي فين مصلحتي دي اللي حضرتك هتقول عليه؟ ما لحقتش تنهي جملتها، في ثواني رفع ايديه وعلمت على خدها وقال لها بشر: هاني قلت الكلام اللي عندي، وبكرة كاتب كتابك. قال جملته ومشى وسابهم. قربت منها والدتها بحنان، اترمت في حضن مامتها وهي بتبكي وتقول لها: هو اللي بيعمل معايا كده؟ معقول في يوم وليلة أكون متجوزة واحد معرفهوش؟ قلبها كان وجعها علشان بنتها، حتى هي كمان مش فاهمة ايه الحكاية. قالت لها بحزن: معلش يا حبيبتي، اهدي بس كده، صلي لك ركعتين وان شاء الله ربك هيحلها. وفعلا اتوضت سهر وصلت، وبعد كده وقفت تدعي ربنا وهي بتقول: يا رب يا رب يقف معايا وساعدني، اني مليش غيرك. ايه اللي هتقوله ده يا حاج؟ كيف عايزنا اتجوز واحدة ما شفتهاش قبل كده؟ عشان خاطر ابوك يا ولدي، معلش عايزك تتجوز. لا يابا، الجوازة دي لا يمكن تحصل، اني مستحيل اتجوز واحدة ما اعرفش عنها حاجة. انت هتتحداني يا ليل؟ لو ما اتجوزتهاش لن تبني ولا اعرفك، فكر كويس بكلامي. ليه كده يا بوي؟ الكلام ده ملهوش عازة، انت عارف كويس قوي ان اني بحترمك وبحبك. اني عايزة اتجوز البت اللي اني بحبها. وهو مين يا ولدي اللي قال انك مش هتتجوزها؟ انت هتتجوز الاتنين. ليه باستغراب؟ يعني ايه يابا الكلام ده؟ انت عايزني اتجوز البت اللي هتقول عليها وكمان اتجوز حبيبتي الاتنين؟ بالظبط كده. انا عارف انك رايد بنت عمك، لكن التانية دي ما هتهمناش في حاجة. اهي بالمرة الجوازة تحرق دمها اكتر. ليه كده يابا؟ هي كانت عملت ايه يعني؟ مش فاهم. هعرفك كل حاجة بعد كتب الكتاب، ولما تعرف هتبوس يدي انني جوزتها لك. يلا بقى قوم نام علشان هنكتب الكتاب بكرة. بس على ايد والده وقال له: تصبح على خير يابا. تاني يوم حنان والدة سهر خلتها تلبس فستان، وطلبت منها ان هي تصلي وتدعي ربنا الاول. وبعد ما لبست ونزلت وانكتب الكتاب، كان ساعتها ليل قاعد متضايق جدا، خاصة بعد ما الكتاب انكتب. ولما نزلت كان بيبص لها بضيق، لكن حتى ما بصش لملامحها. والد سهر كان اسمه اسماعيل. اسماعيل يقول بضيق: اكده يبقى الطار اللي بيناتنا خلص خلاص. كلام إسماعيل كان صدمة بالنسبة لسهر ووالدتها وكمان أخوها. كلهم شهقوا بصدمة ومش فاهمين حاجة. أما سهر قالت: أني مش فاهمة، قصدك إيه يا بابا؟ طار إيه اللي أنت هتتكلم عنه؟ والد ليل كان اسمه إبراهيم. إبراهيم يقول بدي: أصل بكل سهولة كده أبوك باعك عشان يحافظ على بقية إخواتك علشان ما نقتلهمش. والد سهر بدي: ملهوش عزل حديد، خلص الحساب على كده. اكده انا اديتك واحدة من بناتي، يا ريت بقى الحساب ينتهي وتسيبنا بقى في حالنا. تمام، هو انتوا كده تعتبروا بنتكم ميتة علشان مش هندخل حد منكم حدانا في البيت. اسماعيل بكل برود: هو انا موافق. طبعا بطلتنا القمر لما تسمع كل الحوار ده من حقها يغمى عليها طبعا. روح يا ليل يا ولدي شيل مرتك. شالها ليل بضيق. اما والدتها بحزن تقول: ابوس ايديكم سيبوا بنتي، خلوها يا ناس، بنتي لسه صغيره، دي لسه في سنه اولى كليه. ابراهيم ببرود: خلاص دي بقيت مرات ولدي، يلا يا ولدي هات مرتك وتعالي. عيطت حنان بحرقه وهي بتقوله: بعت بنتك؟ بعتها يا اسماعيل؟ اخوها جاسر يقول: انا مش فاهم انت ازاي تعمل كده في اختنا، كيف يعني تبعها لواحد بالسهوله دي؟ يعني عايزني اعمل ايه؟ اسيبهم يقتلوك انت ولا اخوك الصغير اللي لساته في الاعدادي؟ انا مش فاهم طار ايه ده بالظبط، واشمعنى اختي هي اللي تشيل ذنب مش بتاعها؟ خلص الكلام على كده، اعتبر اختك ميتة يا جاسر عن اذنكم.
قال كلامه ده ومشى وسابهم. قرب جاسر من والدته اللي كانت منهارة وبتقول: بنتي ضاعت مني، أختك راحت يا جاسر، يا رب ما يعملوا فيك حاجة يا بنتي. ابتدت سهر تفوق في العربية وقالت لهم: هو أنا فين؟ إبراهيم يقول لها بدي: جنب جوزك ورايحة بيت جوزك، يلا يا أخت أصل احنا وصلنا. نزل ليل من العربية مهتمش بيها ونزل وراه إبراهيم، وهي كمان نزلت وراهم. وأول ما دخلت للبيت نادى إبراهيم بكل ضيق وقال: الكل يجمع هنا. الكل اتجمع على صوت إبراهيم. اللي واقفة بعيد دي تبقى مرات عمه، اسمها سحر، سحلية هي وبنتها. بنتها اسمها سندس، وسندس بتحبه قوي، والمشكلة بقى ان هو كمان بيحبها. والقمر التانية دي بتكون أخته طيبة جدا، حتى كمان أمه هتكون طيبة معانا في قصتنا. على فكرة دي مش أمه اللي والداه، دي هي اللي رباته، لكن هي طيبة جدا وبيعتبرها زي والدته تمام. لكن هي ما خلفتش حد، بابا اتجوزها وهي اللي ربت أخته وكمان رباته، لكن ما جابتش أولاد بعدهم. العيلة كلها اتجمعت، وبعد شوية ظهر أخوه اللي عايش معاه في البيت. إبراهيم يقول لهم بدي: أحب أعرفكم بمرات ولدي ليل. الكل شهق بصدمة لما سمعوا الخبر. أما بالنسبة لسهر كانت واقفة بترتجف: وأحب أعرفكم بحاجة تانية، دي بقى تبقى بنت اللي جت الأم ليل. انصدم الكل، وكان أولهم ليل. كان أول مرة يسمع الكلام ده، لكن هي قالت بحزن: لا لا، مستحيل مستحيل بابا يعمل حاجة زي كده. ليل بصدمة: الكلام اللي هتقوله ده صح يا باي؟ معقول أبوها هو اللي عمل كده في أمي؟ أيوة يا ولدي، هي دي الحقيقة. ليل مسك سهر بكل شر وهو بيقول لها: داني مش هخليك يطلع عليك صبح الليلة دي. سهر كانت خايفة جدا وبتعيط، وهتعمل ايه في وسط ناس بالشكل ده، وكمان ابوها اللي بيعها لهم. اما مامته تقوله: بالراحة يا ابني، بالهداوة مش كده. ابراهيم يقوله بغضب: اعمل اللي انت عايزه يا ولدي، انا جوزتها لك علشان تاخد حقك، خد حقك كيف ما انت عايز. الليل كان بيبص لها بشر، خدها من قدامهم وطلع بها على اوضتهم. بعد ليل ما طلع قرب عمه من اخوه يقوله: ليه كده يا ابراهيم؟ من متى واحنا هناخد حقنا من البنية؟ ما ربنا عوضك بسامحة بعد مرتك ما ماتت، وهي بتعامل اولادك كيف ولادها بالظبط، كأنها امهم. كان لازم اعمل كده يا حسنين، هي دي اللي هتوجعه، هيتعذب بالبطيء كيف ما عذبني. أما الباقيين كلهم كانوا واقفين ساكتين، كلهم بيخافوا منه، محدش يقدر يقوله كلمة. أما فوق عند ليل وسهر: بقى انت ابوكي هو السبب في موت امي؟ بالله عليك بالله عليك ما تعمليش اي حاجة، صدقني انا مليش اي ذنب، والله انا ما عملتش اي حاجة. ابتدت ترجع لورا بخوف. قرب منها وقال لها: ما تخافيش، مش من مبادئي انني امد يد على حريم. بصت له برعب وقالت له: طيب هتعمل فيا ايه؟ قال لها ببرود: مش هعمل حاجة، يلا روحي نامي على الكنبة. بصت للكنبة وقالت له: بس كده أنا هتعب قوي. كلمة كمان وهنيمك في الأرض، اخفي بقى من وشي. مشت من قدامه، غير لبسه وراح على الفرشة. ابتدى يفكر في حياته اللي اتشقلبت في يوم وليلة لحد ما نام. وتاني يوم الصبح: لو سمحت أني عايزة أروح الجامعة بتاعتي عشان عندي امتحانات عملي، أرجوك. الليل باستغراب: جامعة ايه؟ أني في طب. انصدم ليل، لكن ما بينش لها، لكن قعد وقال لها: ما فيش جامعات. لا لا، بالله عليك أرجوك ما تضيعش مستقبلي، ده كان حلمي، أرجوك بالله عليك عايزة أروح. هتروحي الجامعة بالفستان، غيري لبسك. أني مش معايا أي لبس. يوه، استني لما أشوف لك لبس تحت عند أختي. جاب لها لبس من عند أخته، لبست وأخدها في عربيته وقالت له: أني جامعتي في. قطع كلامها وقال لها: عارف عارف، مفيش داعي. استغربت لما نزل من عربيته ودخل معاها للجامعة، فقال لها: أولا كده أنا دكتور هنا تمام، شكلك ما كنتش بتحضري. أيوة أنا فعلا ما كنتش بحضر، أصل بابا ما كانش بيوافق إن أنا أجي للجامعة. تمام، هتدخلي للمدرج، إياك حد يعرف إنك مرتي، أنت فاهمة؟ حاضر حاضر. دخلوا للمدرج وابتدى يشرح المحاضرة. أما هي ما كانتش مركزة معاه خالص، ولما لف وشه لاحظ كده فقال لها بدي: هو ما في يا نسا، اتفضلي اشرحي اللي أنا كنت بقوله من شوية. أنا أسفة حضرتك، أنا ما كنتش مركزة.
ما دام مش مركزة يبقى ملهوش داعي حضورك، اطلعي برا. لسه هتنطق قال لها برا، قلت برا. أما في البيت إبراهيم استغرب لما ملقاش ليل وقال هو فين أخوك يا حور مانيش شايفه. مش عارفة يا بابا، هو طلب مني لبس الصبح وأنا اديتهوله. استغرب إبراهيم وابتدى يفكر يا ترى ليل أخد مراته وراح على فين. بكفاياك يا حزن يما، صدقيني أني لازم أدور على أختي وأرجعها لهنا. صدقني يا جاسر، لو أي حد جرب من مكانها أني هموت نفسي قدامكم. قولي أنت ليه عملت في بنتك كده؟ هي ليه هانت عليك؟ يوه البت مصيرها تتجوز وهي اتجوزت، انت شايفاهم قتلوها يعني؟ بقولك ايه، اني جعان، يلا اعملي الوكل. هو كمان بقى ليك نفسي تاكل؟ لا بقى دي ما بقتش عيشه، جرياه ليها خرفانه، انت عايزاني اجوز بنتك ولا اسيب حد من عيالك يتقتل؟ ليل خلص محاضرته دور عليها لقاها قاعدة على جنب بتعيط وكأنها طفلة، قرب منها بضيق يقول لها لا بقولك ايه، شغل الأطفال ده أنا مش بحبه، يلا قدامي على البيت. أول ما دخل للبيت لقى أبوه في انتظاره بيقوله كنت فين يا ولدي يوم صباحيتك؟ كنت في الجامعة يا بوي. والبت دي واخدها معاك ليه؟ علشان جامعتها هي نفس جامعتي يا حاج. البت دي تقعدها من الجامعة، مش كفاية ان هي بنت الراجل اللي عمل كده في امك كمان هتعلمها؟ هو ماله اللي تؤمر بيه يا بوي؟ سهر بانهيار لا لا، أرجوكم أرجوكم ده حلمي، أبوس إيديكم بلاش، أني هعمل كل اللي انتوا عايزينه لكن خلوني أكمل تعليمي. سكري خشمك يا بت إسماعيل، انت هنا هتكوني خدامة وبس، يلا يا بت غيري لبسك وانزلي نضفي القصر كلياته. بصت لليل بدموع فبصلها وقال لها ما سمعتيش كلام أبوي؟ مشت من قدامهم، طلعت علشان تغير لبسها وتنزل، قرب من ابنه وقال له بحب وانت يا ولدي اطلع ارتاح لك شوية. حاضر يا بوي عن إذنك. طلعت سهر فوق ولقيته حاطط لها كم طقم لبس في الدولاب، غيرت لبسها ونزلت عملت زي إبراهيم ما قال لها، ابتدت تشتغل وتكنس وتنظف. بعد ما حضرت الأكل وقعدوا علشان ياكلوا اتفاجئت بإبراهيم اللي بعد ما داق الأكل يقول لها بغيظ بقى ده أكل. اتفاجئ ليل بوالده اللي مسك الشوربة ورماها عليها، جرى عليها ليل بسرعة وضمها وقال لها بخوف حصل لك حاجة؟ مش قادرة أني اتحركت بتوجعني قوي. شالها ليل وطلع بها على فوق قدام الكل، ما همهوش من حد، كانت صعبانة عليه جدا وفي الوقت ده والده كان متضايق جدا. طلع بيها ليل على فوق وابتدى يحط مية على مكان الحرق وجاب لها مرهم وابتدى يدهن لها بالراحة بعد ما ساعتها ان هي تغير لبسها، وقال لها بحزن هي لسه بتوجعك؟ سهر كانت محرجة جدا منه، قالت له بكسوف لا أني الحمد لله بقيت كويسة، أنا متشكرة قوي لحضرتك. أما عند إبراهيم ما كانش طايق نفسه بعد اللي ابنه عمله قدام الكل، قلبي دي بقاني ليل ولدي يساعد بنت الراجل اللي عمل كده في أمه. اهدى يا اخوي مش كده، انت عارف ان ليل قلبه أبيض. إبراهيم قام وقف وهو بيرزع عصايته في الأرض، فسميحة تقوله بخوف اهدى يا حاج عشان صحتك مش كده. ردت سندس بدي كيف يعني يهدى يا عمتي، مش شايفة هو شالها كيف قدامنا كلياتنا واحنا قاعدين. أم سندس كانت متضايقة علشان بنتها وهي كمان حبت تشعلل الموضوع أكتر، فقالت كيف يعني عايزاه يهدي؟ ما انت شايفة ولده عمل ايه قدام الكل، ده شالها وكأنه واخدها عن حب، مش كفاية أبوها قاتل أمه. بعد شوية نزل ليل وبص لأبوه قرب منه وقاله ليه كده يابا، مش من طبعنا اننا نستهوى على الحريم، يا ابويا اللي غلط ناخد منه حقنا مش ناخده من ست. لا يا ليل لما نوديله بطه مكسورة يبقى كده هو اتكسر هو كمان. ليل باحترام ماشي يا ابوي اللي حضرتك تشوفه، لكن أنا عمري ما همد يدي عليه. براحتك يا ولدي. ليل لما لف وشه لقى سندس بتبصله بحزن، فقال لأبوه بقولك ايه يابا، أنا عايز أكتب على بنت عمي النهاردة، ايه رأيك موافق؟ بسرعة كده يا ليل، هو مش حضرتك عايز بنته تروح له مكسورة؟ ابتسم إبراهيم بإشارة وقال له خلاص عندك حق أني موافق. ها يا عمي رأيك ايه؟ أبويا موافق. ابتسم عمه، أما مراته زغرتت وقالت له هو احنا هنلاقي أحسن منك يا ولدي، ألف مبروك. جابوا المأذون وكتبوا الكتاب، وأول ما الكتاب انكتب جرت سندس على الأوضة فوق وصحت سهر بفزع اللي قامت تقول انت ايه اللي جابك هنا في أوضتي؟ مين اللي سمح لك تدخليها؟
قومي يا بت من أوضة جوزي، يلا نجري اطلعي برا الأوضة. انصدمت سهر من الكلام اللي سندس قالته، وفي الوقت ده دخل ليل يقول: هو ايه الحكاية؟ صوتكم ليها عالي كده؟ قول لها يا ليل، قول لها انني خلاص بقيت مرتك. ايوه يا سهر، هي في الحقيقة خلاص بقت مرتي. نزلت دمعة منها وهي بتتكلم وتقوله: طيب أني هنام فين يعني؟ اتأثر بدمعتها لكن رجع لجموده من جديد. قربت منها سندس وشدتها وهي بتقول لها: يلا يا اختي روحي شوفي لك اي مكان اتخمدي فيه، انا مش عايزة اشوف وشك هنا مرة تانية في اوضة جوزي مهما حصل، انت فاهمة؟ سندس طلعتها بره وقفلت الباب في وشها، ولما رجعت بصلها ليل بحبه وقال لها: تعرفي ان اني بحبك من وانت عيلة صغيرة؟ بتتكلم جد يا ليل؟ يعني انت مش متجوزني علشان تغيظها بيا؟ هأغيظ مين يا بت انتي؟ داني متكلم عليك من بدري ومخلي الكل ما يقولك ايش. واني كمان بحبك قوي، بحبك يا سي ليل. طب يلا سيبيني بقى شوية عشان اني عايز ارتاح. أما عند جاسر بس على راس والدته وقال لها: أني بقى يما لازم أروح جامعتي يا ست الكل، أصلا اتأخرت، عن إذنك. ماشي يا حبيبي، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة يا ولدي، خلي بالك من نفسك. وهو داخل لجامعته خبط في بنت وقعت على الأرض وقامت وقفت وكانت بتنفخ بضيق. هو أنت ما بتشوفش يا جدع أنت؟ جاسر يقول لها بضيق: هو مين دي اللي ما بيشوفش يا شبر ونص أنت؟ هاني شبر ونص يا بني ادم يا متخلف، والله صبرك علي، اما ربيتك ما بقاش اني حور. مسكها من دراعها بقوة وهو بيقول لها: سمعيني كده، انت قلت ايه من شوية؟ اتفاجئت من عملته وقالت له بدي: انت ازاي تمسك ايديا كده؟ نزلت بايدها على خده وقال لها بدي: انت مديتي يدك علي، والله لعرفك مقامك. انت تربيني اني ليه؟ هو حضرتك ما تعرفش انا ابقى بنت مين يا بتاع انت؟ والله لو ما كان عندي محاضرة مهمة كنت وقفت ربيتك بنفسي، طالما انت انسان مش محترم. قالت كده ومشت وسابته، كان واقف مكانه مصدوم، كان بيقول لنفسه: بقاني مش محترم ماشي. دخل على المحاضرة وهو متضايق جدا، والطلاب كانوا خايفين من شكله لأنه قال لهم بضيق: في امتحان النهاردة يلا استعدوا. هو ايه الدكتور المتخلف ده؟ ازاي اول محاضرة يديها لنا ويقول فيه امتحان؟ انا اول مرة اشوفك ده. جاسر كان شايفها قدامه وكانت دي فرصته، قال لها بدي: قوم اقف يا انسة. قامت وقفت فقرب منها وقال لها بدي: اتفضلي يا انسة حللي الاسئلة دي دلوقتي. هو ازاي احلها وحضرتك ما شرحتش؟ دي لسه اول محاضرة لك. تمام، الأسئلة دي بقى لو ما اتحلتش مش هتعدي من المادة بتاعتي طول سنين الكلية، ايه رأيك؟ أخدت منه الورقة وبصت له بتحدي، ابتدت تجاوب على كل الأسئلة، كان بيبص لها بصدمة. قالت له بانتصار: ها يا دكتور اكده تمام. أخد الورقة بضيق وقال لها: اتفضلي اقعدي. أما عند سهر اللي نزلت من فوق ما كانتش لاقية مكان تروح فيه، دخلت تحت السلم وفضلت تعيط لحد ما نمت مكانها. وبعد وقت كان نزل ليل من فوق ولقاها نايمة، بصلها بحزن: سهر سهر، قومي يا سهر، انت نايمة هنا ليه؟ اتخضت سهر وقالت له: لا لا ما فيش حاجة، أصلني ما كنتش لاقية مكان أنام فيه واتكسفت إنني أقول لحد أنام فين، يعني عينيا راحت في النوم وأنا هنا. مسكها من ايدها بحب وقال لها: تعالي أنا حوريكي أوضة هتنامي فيها. لما مسك ايديها اتفاجئ بدرجة حرارتها اللي كانت عالية وقال لها: اهدي انت سخنة قوي ليه كده؟ كانت متماسكة لآخر لحظة لكن قالت له بضعف: لا لا مفيش حاجة، تلاقوهم بس شوية تعب صغيرين. هي دوب سهر قالت الكلام ده ووقعت مغمى عليها في حضنه، لحقها بسرعة وكان بيصرخ ويقول: سهر سهر اصحى يا سهر. حطها في السرير واتصل على الدكتورة اللي بعد ما فحصتها قال لها: هيا دكتورة طمنيني أخبارها إيه؟ للأسف هي محتاجة راحة تامة علشان الضعف بتاع جسمها ده، وكمان أنا هركب لها محاليل، ياريت تخرجوها عن أي حاجة مضايقاها وكمان تعمل لها كمادات. متشكر جوي يا دكتورة، أنا ههتم بيه. مشت الدكتورة ودخل الباقي. والدته كانت حزينة عليها وكمان أخته. قال لوالدته: بعد إذنك يا أمي هاتلها أي حاجة خفيفة كده تاكلها. طيب اطلع انت يا ولدي وأني هقعد جنبه. لا يا أمي أنا اللي هبقى جنبها، روحي ارتاحي انتي وحضري لي أي لقمة خفيفة.
خرجت مامته وأخته، فضل واقف جنبها يعمل لها كمادات ويتأمل ملامحها قد إيه كان حزين على حالها. ابتدت سهر تفوق. هو إيه اللي حصل؟ أني آسفة، أني ما عملتش حاجة، مش قصدي. نزل إيده وقال لها لا أبدا، ما تخافيش، ما فيش أي حاجة حصلت، اهدي، كل الحكاية إنك تعبتي وركبنا لك محاليل. اتفاجئ لما ضمته بخوف وهي بتقول له بخضة لا لا، أرجوك بلاش كده، مادام ما في محاليل يبقى في حجن، أني بخاف منها قوي. اتسنى مكانه، ما كانش قادر ينطق أول مرة تقرب منه كده، وتلقائيا منه حاوطها بإيديه. في الوقت ده دخلت سندس وشافتهم كده اللي اتضايقت جدا وقالت الله الله، انت هني هتعملي ايه مع جوزي؟ انتجي. اتعصب ليل وعدل سهر في فرشتها وبص لسندس بضيق وقال لها روح انت دلوك يا سندس. اروح يعني ايه؟ النهارده فرحنا، وازاي اروح واسيبك كده وياها؟ أني قلت اطلعي من الأوضة دلوقتي يا سندس. خافت سندس من صوته، مشت من الأوضة وهي عمالة تبرطم في كلام. أني متشكرة قوي لحضرتك، أني عارفة إن أني تعبتك معي. لا أبدا، لا تعب ولا حاجة، أني عايزك تقومي تقعدي علشان تاكلي شوربة الخضار أمي جهزتها لك. ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي، قومي اشربي الشوربة دي وانت هتبقي زينة إن شاء الله. الليل أخد الشوربة من والدته علشان يشربها لها، وطلعت والدته من الأوضة وراح علشان يساعدها تشربها. هقرب منها وهو بيقول لها يلا افتحي بوجك علشان أوكلك. سهر بإحراج لا، أني هاكل لحالي. اسمعي الكلام وما تتعبنيش. احمرت خدودها من كتر الخجل فقال لها هو انت خدودك احمرت ليه كده؟ هو انت حاسة بوجع لسه؟ لا لا، أنا خلاص، أنا بقيت أحسن. ابتسم غصب عنه لأنه فهم سبب احمرار خدودها فقال لها طيب عموما ارتاحي، ولو احتجتي أي حاجة أني موجود عن إذنك. أما عند جاسر كان متعصب جدا بعد ما خرج من المحاضرة، كان بيقول لنفسه بقى حتة بنت شبر ونص تعمل فيا أنا كده، إما ربيتك والله لا خلي عيشتك سودة، صبرك علي. قرب منه واحد صاحبه يقول له ايه يا ابني، هو انت بتكلم نفسك؟ بس يا عم سيبني في حالي دلوقتي، أنا متعصب ومش طايق نفسي. طيب اهدى اهدى بس يا عم، مالك في ايه؟ احكي لك ده اللي حصل معاك. ابتدى يحكي له كل اللي عملته معاه حور، قد ايه كان متضايق منها ان هي رفعت ايدها عليه. اما صاحبه ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك، كان بيضحك بصوت عالي وهو بيقوله يا خبر، حتة بنت تعمل فيك كده، انا مش قادر اصدق. تصدق يالا ان انا غلطانة عشان حكيت لك اللي حصل معايا؟ امشي من وشي يالا غور. يا عم اهدى، مش قصدي والله، معلش هي عيلة وغلطت، لكن طمني اختك عرفت عنها حاجة؟ لا مش عيلة، أني حخليها تتمنى الموت، صبرها علي. أني ما عرفتش حاجة عن أختي، لكن أبويا كمان كلامه مش مطمني، والله أنا خايف ليقتلوها. لا يا عم اتفائي الخير، إن شاء الله ترجع لكم بالسلامة وتطمنوا عليه. أما عند سهر اتفاجئت بأم سندس داخلة تقول لها بدي اسمعي يا بنت انت يا خطفت الرجالة، الكلام اللي هقولهولك ده لو طلع برا هيبقى موتك على يدي. كانت بتبص لها بصدمة وهي بتسمع كلامها وقالت لها بخوف قصدك ايه؟ مش فاهمة يعني ايه؟ زي ما سمعت كده يا اختي، غير كده صدقيني هعمل اللي انا قلتلك عليه. لا خلاص خلاص، هعمل اللي حضرتك قلت عليه. برافو عليكي، اكده تعجبيني، عن اذنك بقى سلام. حاولت سهر تتعدل بعد الست دي ما مشت، وفي الوقت ده دخلت حور وقالت لها عاملة ايه دلوقتي، بقيتي كويسة؟ الحمد لله أني بقيت كويسة، لكن انت اسمك ايه؟ أني اسمي حور، بطلة رواية عشق الحور مع جاسر. علشان كده بحب أطلع كل فترة لأن متابعيني بيوحشوني قوي، عارفة إن هما بيتمنوا جزء تاني لكن غصب عني مش بإيدي. تعرفي انت اسمك حلو قوي يا حور. تسلمي لي يا حبيبتي، احكي لي بقى عنك وازاي اتجوزتي أخوي. وفي الوقت ده دخل إبراهيم اللي قلبي دي حلو جو والله، الخدامات بتقعد تتحدث مع أسيادها. قربت منه سهر بخوف تقول له أنا أسفة أنا أسفة والله مش قصدي. بص لها بضيق وقال لها إياك تجربي لأي حد هنا في البيت، أنت فاهمة؟ فاهمة فاهمة حاضر. يلا يا أختي قومي نضفي البيت، وإياك أشوف وشك هنا مرة تانية قاعدة تتحدثي مع أي حد. أما في أوضة سندس دخل لها الليل يقول لها بدي ممكن أعرف إيه اللي أنت عملتيه تحت ده؟ دي مراتي زيها زيك. ردت عليه سندس بضيق وقالت له يعني إيه؟ يعني أني في الآخر بقيت زيها زيك؟
ماشي ماشي يا ليل. لفت وشها بضيق فقال لها بحب ما تزعليش خلاص، لكن ما ينفعش اللي انت عملتيه ده يحصل تاني. اني مضطر انني انزل اشوفها علشان هي ملهاش اي حد هنا. لفت وشها وقربت منه وقالت له حاضر آخر مرة مش هعمل كده تاني. وقبل ما تقرب أكتر قال لها طيب أني نازل لها بقى عن إذنك. يا رب أخلص منها، كيف دي البلوى اللي جاتلي على الآخر. اتفاجئ ليل لما دخل للأوضة وما لقاهاش موجودة والمحاليل متشالة وهي مش في سريرها، دور عليها في كل مكان. اتفاجئ لما لقاها في المطبخ بتطبخ فقال لها بدي انت هتعملي ايه عندك؟ اتخضت من صوته، كانت لسه هتقع، جرى عليها بسرعة فقالت له أني آسفة مش قصدي، أني هنا عشان بنضف. هو مش أنا قلتلك إنك عايزك ترتاحي؟ بصي بقى، أني حرة أعمل اللي أني عايزاه، وبعدين يعني إحنا فاضل لنا فترة ونتطلق، ويا ريت بقى تبعد عني وما تقربش مني كده، مش كل شوية تيجي تبين لي إنك خايف علي، يا ريت بقى تسيبني في حالي. ملحقتش تكمل جملتها والكف علم على خدها، لقت إبراهيم قدامها بيقول لها بدي انت كيف تتجرأي وتكلمي ليل بالطريقة دي؟ انت اكيد اتجننتي. عن اذنك يابا اني ماشي. مشى ليل وهو مستغرب للطريقة اللي هي كلمته بيها، ما كانتش كده قبل كده، لكن ما حبش يشغل باله، ركب عربيته وراح لشغله. شدها إبراهيم ورماها في أوضة ضلمة وهي كانت بتبكي لأنها بتخاف من الضلمة جدا، وقال لها بدي أني بقى هعرف أربيكي، هعلمك إزاي تكلمي ابني إكده. أحقك علي أني أسفة والله مش هعمل كده تاني، لكن ما تسيبنيش هنا، أني بخاف من الضلمة قوي. ما اهتمش لكلامها، طلع من الأوضة وقفل الباب، ابتدت تقف وتنادى عليه كتير لكن هو ما بصلهاش حتى، جسمها ابتدى يرتجف. فضلت تنادي لحد ما منظرها وجعها إن هما يطلعوها من المكان ده، وفجأة الدنيا اسودت قدامها ووقعت مغمى عليها. أما عند ليل اللي طلع قعد برا كان متضايق جدا من الكلام. أما عند ليل كان متضايق جدا بعد ما خلص شغله، قعد في كافيتيريا شوية، ابتدى يفتكر كلامها ويا ترى هي اللي كلمته بالطريقة دي. رجع يفتكر ملامحها وتاه فيها قد ايه ملامحها جميلة جدا، ما يعرفش ليه ابتدى يتأثر بيها. لكن رجع تاني قال لنفسه ايه الحكاية مالك يا ليل؟ انت بتحب سندس وبس، بتحبها من زمان ومستحيل هتحب واحدة تانية غيرها. أنا لازم أقوم أمشي لأني اتأخرت. رجع ليلى على بيته، طلع على فوق غير لبسه ونزل، ولما نزل والده قابله وقال له اوعى يا ولدي تكون مزعل نفسك علشان اللي حصل النهارده. لا أبدا يابا، الموضوع مش في بالي عادي. عموما يا ولدي هي خلاص خدت جزائها، ما تقلقش أني خدتلك حقك خلاص منه. أنا مش فاهم يابا، يعني قصدك عملت إيه معاها؟ ما تشغلش بالك يا ولدي، خدت حقك وخلاص، يلا اطلع ارتاح لك شوي. حاضر يابا، لكن عموما أني سامحته وأتمنى أنك ما تعاقبهاش على أي حاجة. أما عند حنان كانت بتصلي، وبعد ما خلصت صلاتها سمعت زي ما يكون صوت همس في الصالة، قررت إن هي تمشي ورا الصوت، ولما قربت كان جوزها إسماعيل بيتكلم في الفون، وقالت لنفسها يا ترى هيكون بيتكلم مع مين بالراحة كده، لما أجرب منه أكتر كده. شهقت بصدمة من اللي سمعته وقالت معقول اللي أنا سمعته ده صح؟ سكري خشمك، لو فتحت بوجك هقتلك مكانك، انت فاهمة؟ ليه عملت كده يا اسماعيل ليه؟ يا ولية بقولك اخرسي، مش عايزة اسمع لك صوت. حاولت ان هي تجري وتهرب منه، فاضطر ان هو يديها بالفازة فوقعت على الارض، فقال لنفسه والله بقى انت اللي اضطرتيني اعمل كده. في الوقت ده دخل جاسر للبيت وبص بخضة لما شافها وقال مالها ماما، ايه اللي حصل لها يابا؟ مش عارف يا ولدي، أنا كنت طالع وسمعت صوت خبطة كده لقيتها واجعة، رن على الإسعاف يا ولدي بسرعة. أما عند ليل كان حزين في أوضته، دخلت عليه سندس تقوله مالك يا حبيبي، ايه اللي تعبك؟ شكلك متضايق قوي ليه كده؟ لأول مرة يحس إن قربها منه بقى مضايقه، بعد إيديها عنه وقال لا مفيش حاجة، أنا دماغي بس مصدعة شوي. ألف ألف سلامة عليك يا حبيبي، تحب أعمل لك مساج؟ قالت كلامها وهي بتبتسم بمكر، أما هو حب يهرب من كلامها وقال لها لا أنا هنام علشان ما تأخرش. هو تاني يوم الصبح لبس لبسه ونزل، لقى والده فقال له
امال فين سهر يابا علشان عندها محاضرة؟ لا يا ولدي روح انت، هي لسه بتاخد عجابها. عجاب ايه يابا؟ ماني قلت لك انني سامحتها، يا ريت تخليها تيجي علشان عندها امتحان، واني مرضاش انني اذي واحده في تعليمها. ابراهيم كان رافض، لكن قدام الحاح ابنه قال له طيب خد المفتاح اهوت وروح على الاوضه اللي هناك ديت وافتحها. أخد المفتاح من والده وراح على الأوضة وهو بيبلع ريقه، ما يعرفش هو ليه كان خايف ومتوتر قوي، مش عارف ليه حاسس إن هو اتعلق بيها، كان بيدعي ربنا إن هي تكون بخير، لكن انصدم لما دخل يعني عند إسماعيل وجاسر. أخدوا حنان للمستشفى، وهناك في المستشفى كانوا واقفين برا، كانوا مستنيين الدكتور يطلع لهم بفارغ الصبر. جاسر يقول يا رب استر يا رب، أني قلقان جوا على أمي، يا رب تقوم لنا بالسلامة، بقالها ساعة جوا. وأخيرا خرج الدكتور اللي خرج يقول لهم للأسف هي دخلت في غيبوبة، محتاجة دعواتكم، ادعوا لها يا جماعة. جاسر بحزن طيب هي في الغيبوبة هتفضل يعني لحد امتى في الغيبوبة؟ للأسف والله ما نقدرش نحدد الموضوع ده في علم الغيب، عن إذنكم أني رايح أتوضى وأصلي يابا عن إذنك. إسماعيل وهو بيمثل الحزن روح يا ولدي روح ادعي لأمك ربنا يقومها لنا بالسلام. بعد ما مشى إسماعيل كان خايف، كان بيقول لنفسه يا ترى أني هكون السبب في قتل روحين كده ولا إيه، ربنا يستر. ورجع تاني قال لنفسه بس هي كده لو صحيت يبقى أنا هتفضح. تعالوا بقى نروح عند ليل اللي أول ما دخل انصدم من اللي شافه، لأنه لقى سهر في الأرض وبتنزف كمان. فوقي يا سهر فوقي، أرجوك يا سهر فوقي. سهر كانت حالتها صعبة وشالها على طول وطلع بها من الأوضة. ليل شالها وجرى بيها قدام الكل، طلع بسرعة على عربيته، وفي الوقت ده طبعا شافته سندس وأمها كانوا بيبصوله بضيق شديد. راحت سندس قالت لعمها بعصبية شفت يا عمي شفت، عجبك كده شايلها وخايف عليها كمان، ما هو انت لو جدعة تخليه ينساها، انت بقى وشطارتك الحقيه قبل ما ينساكي انت. ينساني كيف يعني؟ داني حبه الوحيد، مستحيل هينساني. اكده على كيفك يا بنت حسنين، عموما القلب بقى يا بنتي وعمايله. وفي ناحية تانية نلاقي سامحة وحور. سامحة تقول لها بقول لك ايه يا بنتي يا حور، تعالي نطلع نقعد في الجنينة شوية عايزاك. حاضر يما يلا بينا. استأذنت سامحة من إبراهيم وخدتها علشان تروح بها على الجنينة، وفي نفس الوقت سحر خدت بنتها علشان تتكلم معاها في جنب فوق، وهو كمان قال لهم واني كمان عايزة اروح اطمن على شغلنا. أما برا في الجنينة نسمع حور تقول بفرحة أني فرحانة قوي يما، أني مش قادرة أصدق إن ليل خلاص ابتدى يحب سهر، البت دي غلبانة ملهاش أي ذنب في اللي حصل ده كله، والله يا بت أني كمان فرحانة علشانها، البت دي غلبانة ودخلت قلبي، ربنا يهديهم يا رب. أما عند ليل اللي كان سيء بسرعة ابتدت سهر تفوق وفتحت عينيها لقته قدامها، قالت له معقول انت جنبي بجد؟ مش قادرة اصدق، ارجوك ما تسيبنيش اني بخاف من الضلمة قوي. قد ايه كانت صعبانة عليه، قال لها بحزن ما تخافيش انا جنبك مش هسيبك صدقيني. قربت منه بضعف تحاول تمسكه، بتحاول تمسك بآخر أمل فضل لها في الدنيا، فضلت ماسكة ومثبتة فيه. فليل يقول لها بحب أنا يا سهر بقى، لكن فجأة أغمى عليها وانصدم علشانها. سهر فتحي عينك يا سهر. انصدم أكتر لما لقى بقها ابتدى ينزف. ساق بأقصى سرعة دخل على المستشفى وكان متضايق جدا، صرخ في كل اللي قدامه وهو بيقول انتوا هتتفرجوا عليا، دكتور بسرعة. قرب منه الدكتور يقول له ايه الحكاية، ممكن اعرف هي مالها؟ ارجوك يا دكتور شوف هي مالها، هي بتنزف جامد. الدكتور بحزن لحالة ليل حاضر خير ان شاء الله ما تقلقش. كان قاعد بره وقلقان بعد ما دخل لها طقم من الدكاترة لحد ما جاله التليفون. رفع التليفون ورد وقال ايوه يا امي. سهر عامله ايه يا ولدي، اخبارها ايه دلوقتي طمني. ادعي لها يا امي ادعي لها بالله عليكي، بتنزف جامد قوي يما. سامحه بخضه معقول للدرجه دي يا ولدي حالتها خطيره؟ سامحه سالته على عنوان المستشفى وهو قال لها على العنوان، وقبل ما تقفل معاه كان ابراهيم في وشها بيقول لها ايه الحكايه في ايه؟ لا ابدا ما فيش اي حاجه. ابراهيم بشر انت يا وليه في ايه بالظبط؟ ولأنها بتخاف منه ادت له التليفون، اتكلم وقال ايوه يا ليل ايه الحكاية يا ولدي؟
ما فيش حاجة يابا، أني وديتها على المستشفى. على الرغم من إن ليل حكاله إن حالتها صعبة جدا وبتنزف جامد، لكن كان رد إبراهيم: تعالى يا ولدي، خسارة فيها المستشفى، مودي بنت الراجل اللي قتل أمك للدرجة دي؟ أنت مش بتحب أمك؟ يابا أنا قلت لك أكتر من مرة هي ملهاش أي ذنب، اللي غلط يتعاقب. ليه أني أعاقب واحدة ملهاش أي ذنب؟ أبوها وحناخد حقنا منه، لكن هي ملهاش ذنب. كده تمام يا ليل، قولي انت في مستشفى ايه بالظبط؟ استغرب ليل من رد والده وانصدم منه كمان، لكن في النهاية اداله العنوان. خرج الدكتور من عند حنان وقال لهم: الحمد لله المدام فاقت وبقت كويسة، كلها نص ساعة وحننقلها لأوضة عادية. جاسر ووالده: الحمد لله يا دكتور. أما في الأوضة جوه عند حنان ابتدت تفتح عينيها، كان موجود جنبها جاسر وكمان إسماعيل، وأول ما فتحت ابتدت تفتكر إيه اللي حصل لها. جاسر بفرحة: ألف سلام عليك يما، مالك يا حبيبتي، فهميني إيه اللي حصلك. افتكرت كل اللي حصل، ابتدت تبص لإسماعيل اللي بصلها بنظرات تحذير، فكانت خايفة جدا منه وقالت: أنا مش عارفة يا ابني، أني فجأة كده وجعت وما حسيتش بأي حاجة بعديه. ألف سلامة عليك يا ست الكل، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. أنا هروح أشوف أنت هتخرجي من هنا إمتى. خليك يابا أنت جنب أمي وأني هروح. لا لا يا ولدي، أنا اللي هروح، خليك أنت جنبه. أما عند ليل كان واقف حزين جدا، واتفاجئ لما لقى والده قدامه وكمان مامته وكمان أخته. ليل يقول باستغراب: هو أنت جيت يا بوي؟ إبراهيم لأول مرة بحزن: سامحني يا ولدي، أني غلطت في حقها، فعلا إحنا لازم ناخد حقنا من اللي ارتكب الجناية، مش من البت دي. ليل قرب منه وحضنه، أما سميحة وكمان حور كانوا بيبصوا باستغراب، لكن في النهاية كانوا فرحانين. وبعد شوية الدكتور خرج. للأسف يا جماعة هي محتاجة لنقل دم، وده مش موجود هنا لأن فصيلتها نوعها نادر جدا. الليل يقول له بلهفة: ايه هي الفصيلة بتاعتها يا دكتور؟ فصيلتها او سلبي. زعل ليل جدا لانه مش هيقدر يساعدها، لكن ابراهيم قال: اني يا دكتور نفس الفصيلة، اني موافق انني اكبر عليه. مش هينفع يابا، انت تعبان. الأعمار بإيد ربنا يا ولدي، وإحنا مش من صفاتنا إننا نلاقي حد محتاج ونسيبه. وقدام إصرار إبراهيم في النهاية اتبرع لسهر. أما ليل لما كان طالع برا علشان يجيب أكل لأبوه يعوضه عن نقص الدم، في الوقت ده إسماعيل كان نازل، والاتنين اتقابلوا مع بعض. إسماعيل بصله بصدمة. إسماعيل يقوله: أهلا، إزيك يا ليل؟ الليل يقوله بقرف: هو أنت مالك؟ بعد كده ليل يوطي على ودنه ويقوله بهمس: استمتع بحياتك جوي علشان موتك جرب. قال جملته ومشى من قدامه بضيق. أما إسماعيل ما ينكرش إن الجملة دي زلزلت كيانه. جاب الأكل ورجع لوالده وقال له: كل يابا، أنا عايزك تاكل وتتغذى كويس جوي علشان تعوض الدم اللي اتسحب منك ده. يا ليل يا ولدي، أني بخير وكويس جوي، ما تجلكش عليا. ما كانش عايز ياكل، لكن قدام إصرار ليل عليه خلاه ياكل علشان يعوض اللي اتبرع بيه. بعد مرور ساعة خرج الدكتور والكل اتجمع حواليه. الدكتور يقول لهم: الحمد لله، هي خلاص هتتنقل لأوضة عادية. فرح ليل وحمد ربنا، والكل كمان كان فرحان إن هي بقت بخير. في أوضة سهر أول ما فتحت عينيها لقت إبراهيم في وشها. طبيعي إن هي تخاف منه، فمسكت في ليل اللي كان جنبها، لكن ليل مد إيده جنبها وحاول إن هو يطمنها بعينيه. إبراهيم يقول لها: حمد لله على سلامتك. سهر بدموع: الله يسلم حضرتك. سامحة تقول لها: حمد لله على سلامتك يا بنتي، الحمد لله إنك قمت بالسلامة. أما حور تقول لها: حمد لله على سلامتك، الحمد لله إنك بقيتي بخير يا سهر، جلكتني عليكي. سهر ابتسمت لها وهزت راسها. فإبراهيم يقول: يلا يا جماعة نسيبهم بقى وإحنا نروح. يا ليل استنى هنا لحد ما يكتبوا لها على خروج وابقوا تعالوا. بعد ما خرجوا قرب ليل وقال لها: انت كويسة دلوقتي؟ الحمد لله أنا بخير. التعب كان واضح على سهر، فقال لها: بس انت شكلك زي ما كنت تعبانة لسه. سهر تقوله بتعب: لا أبدا أنا بخير. رغم تعبها، لكن لما افتكرت كلام مرات عمه قالت له: ممكن لو سمحت تمشي من هنا؟ ليلي يبصلها باستغراب ويقول لها: أمشي من هنا ليه يعني؟ سهر تقوله بعصبية: عشان أنا مش عايزة أشوف وشك ده تاني.
كملت بغضب وقالت له يا ريت تبعد عني وما تحاولش ابدا انك تجرب مني، انت فاهم؟ الليل باستغراب: اني مش هرد عليكي علشان انت لساتك تعبانه. سهر بكلام عكس اللي جواها: ولا هتعرف ترد علي علشان انت لو راجل ما كنتش جربت مني. الشرار طلع من عينه لما سمع الكلمة دي، نسى بقى إن هي تعبانة وابتدى يرفع إيده وينزل بيه عليها، لدرجة إن بقها نزف. بصت له بخوف، مسكها من شعرها وقومها من السرير وهو بيقول لها بدي: هو مين ده اللي مش راجل يا بنت انتي؟ ده انت أهلك معرفوش يربوكي، مش كفاية إن أهلك رموكي؟ ده أنا لسه شايف عيلتك من شوية وقلت لهم إنك ميتة فوق، لكن مفيش حد فيهم عبرك. طبعا كان يقصد إسماعيل أبوها بكلامه ده. قرب منها وهمس في ودنها بفحيح وهو بيقول لها: بس أنا هربيكي وهوريكي إن كنت راجل ولا لا. شد كل المحاليل من عليها، جابها من الفرشة وطلع بها بره الأوضة. الدكتور بصله بصدمة وقال له: المريضة دي تعبانة، ما ينفعش أبدا تطلع دلوقتي. وفي لحظة كانت إيد في شعرها والإيد التانية في وش الدكتور وهو موجهه في اتجاه راسه وهو بيقوله: غور من وشي، ابعد عن خلقتي حالا. الدكتور اتخض من هيئته، رجع لورا. أما ليل مسكها ومشى بيها، كانت كل شوية تقع من التعب اللي هي كانت فيه، لكن هو فضل مكمل لحد ما وصل لعربيته. حدفها بيها وساق بسرعة جامدة جدا، لدرجة إن راسها كانت بتتصدم في العربية لحد ما وصل بيها لقصره. أول ما دخل بيها رماها على الأرض. الكل كان واقف مستغرب. إبراهيم يقوله: هو في ايه يا ابني؟ ده احنا لسه سايبينكم هناك في المستشفى، ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجة يا بوي. يعني ايه يا ولدي ما فيش حاجة؟ امال وجعتها ليه على الارض كده؟ عشان الخدم يابا مكانهم كده. لف وشه لسهر وقال لها: انت يا بت قومي على الأوضة اللي فوق، انا عايزها بتلمع، عايز كل هدومي تتغسل، انت فاهمة؟ قال كلامه بصوت عالي. قامت من على الأرض بصعوبة وهي بتجري خايفة منه. أما عند حنان والدة سهر كانت بتعيط وتقول: حرام عليك يا راجل، دي بنتك حتة منك تعمل فيها كده. وقسما بالله لو جبت سيرتها تاني هتشوفي مني وش تاني. تمام، احمد ربنا انك لسه عايشة لحد دلوقتي. أحب على رجلك أرجوك، بنتي حتهالي، اعمل فيا كل اللي يعجبك، لكن المهم ترجع لي بنتي. إسماعيل مسكها بقوة وهو بيقول لها: يوه صدقيني انت لولا انك تعبانه كان زمان ليا تصرف تاني معاكي، أنا هغور من وشك. قال كده ومشى وسابها. هتعمل ايه قدام قوته؟ طبعا سندس وامها كانوا فرحانين جدا. اما ابراهيم كمان كان فرحان من جواه باللي ابنه عمله قدام الكل، وغمز لسحر اللي هي كمان ابتسمت بسعادة. قربت سندس من ليل تقوله: بقول لك ايه يا حبيبي، اني تعبانه قوي النهارده، هطلع ارتاح. ليه؟ في ايه؟ مالك تعبانه ولا حاجه يا سندس؟ حاسه كده ان بطني وجعاني شوي. طيب اطلعي ارتاحي. لف ابراهيم وشه لسميحه وقال لها: بقول لك يا سميحه، اطلعي هاتيلي الملف اللي انا كنت جايلك عليه تعينيه. حاضر يا حاج، من عيني. جرت سندس على فوق، لقت سهر عمالة تنظف وكانت تعبانة، فتقوم تقول لها: امسحي يا بت، امسحي كويس قوي. سهر بصت لها وما ردتش عليها، لفت وشها وكملت اللي كانت بتعمله. والموضوع ده ضايق سندس جدا. قربت منها ومسكتها من شعرها وهي بتقول لها: لما اكلمك يا بت ترد علي، فاهمه ولا لا؟ قدرت سهر ان هي تفلت منها ورمتها في الارض بضيق وهي بتقول لها: اياكي ايدك تجرب مني مره تانية، مش هيحصل لك. طيب اكده والله بقى لك اللسان وعرفتي تتكلمي، لكن انا هعرف اوقفك عند حدك وياني يانتي في البيت ده. الحقني الحقني يا ليل، الحقني بسرعه يا ليل. كانت بتصرخ وبتتقوى بأعلى صوت عندها وهي بتنادى على ليل، اللي أول ما سمع طلع يجري بسرعة على فوق. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ الحقني يا ليل، شايف عجبك كده؟ وقعتني في الأرض. الليل بصلها بضيق وقال لها: حصل منك كده؟ أيوة حصل، هخاف منك يعني ولا إيه؟ رفع إيده بكل قوة ونزل بيها. انت شكلك كده عايزة تتربي، واني اللي هربيكي من جديد. اتعدلت وقالت له بتحدي: ولا تقدر تعمل لي حاجة. وقبل ما يرد عليها الكل سكت، لأنهم نزلوا جري لما سمعوا صوت إبراهيم كان بيزعق تحت. خير يابا، هو في ايه؟ حضرتك بتزعق ليه كده؟ أنا عايز أعرف الملف فين.
سحر تقول بخبث: قصدك الملف اللي خدته سهر. ارتجفت سهر في مكانها أول ما سمعت الكلام اللي سحر قالته. أما إبراهيم خبط في الأرض بعصايته بشر وهو بيقول: كيف الملف ده يتاخد كده؟ الملف ده مهم جوه عندي، رحنا كده في داهية. ليل كان بيبص لها بصدمة، مش متوقع إن سهر تعمل حاجة زي كده، لكن إبراهيم قرب منها بغضب شديد وهو ماسكها بقوة بيقول لها: انتجي، وديت الملف ده فين؟ انتجي بقولك أحسن لك. حرام عليك، انت كده بتوجعني. هو انت لسه شفتي وجع يا اختي؟ ده الوجع لسه جايلك في الطريق. صعبت على ليل اللي قال لوالده: يابا اكيد في سوء تفاهم، اكيد مش هي اللي عملت كده. ارجوك يا حاج سيبها، البت دي طيبة، انا حاسة ان مش هي اللي عملت كده. ابراهيم بصوت عالي: ما حدش يتدخل، اي حد يتدخل مش هيحصل له. طيب هتنتجي يا بت ولا ادفنك حية هنه مكان؟ حرام عليك، ارحمني بقى، صدقني اني لو كنت اعرف مكانه كنت هجيبهولك. اني هخبي عليك ليه؟ واني ليه اسرق ملف زي ده اصلا؟ هكده تقريبا عقاب المرة اللي فاتت ما ظبطكيش. نادى على الحارس ورماها له وهو بيقوله: البت دي تحطها في الأوضة الضلمة، مش عايز لا أكل ولا شرب يدخل لها، كل يوم اضربوها الصبح وبالليل كمان لحد ما تنتج وتجر وتعترف بالحقيقة. ليل راح وقف قدامها وهي مسكت في الجاكيت بتاعه وكأنها بتتحمى فيه وقال لوالده: أبوس على يدك يا بوي، بلاش تعمل فيها كده، هي ما خدتش حاجة، هي أصلا ما كانتش هنا، حضرتك الظهر إنك ناسي، ده لسه جاية من المستشفى. كانت بترتجف ورا ظهره، كان حاسس بده من لمسة ايديها، كان بيتمنى يحضنها ويضمها بين ضلوعه علشان يحميها من أبوه. وساعتها إبراهيم أخد باله من نظرة ليل، وبعد كده لف وشه وبص لسحر، بص لسحر بصة محدش يفهمها غيرها. إبراهيم ضرب بعصايته في الأرض ومشى من المكان وكأنه كان عاجز قدام نظرات ليل اللي كانت كلها حب لسهر. قربت سندس بضيق وهي بتقول: انت من يوم ما جيتي واحنا بقينا كل يوم في مشاكل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، يا ريت تغوري بقى من هنا. رغم إن هي كانت بتعلي صوتها عليه من شوية، لكن مش قادر يستحمل يشوفها بتتعذب قدامه. لما لف وشه حس إن هي دايخة ومش قادرة تقف، فشالها قدام الكل علشان يطلع بيها على فوق. لفت ايدها حواليه وكأنها بتمسك فيه بقوة، كأنها بتستخبى وبتحتمي فيه. أما سندس كانت عمالة تدبدب برجلها في الأرض وتنفخ بضيق وكمان تبص لأمها، مش قادرة تستوعب اللي هو بيعمله قدام عينيها. طلعها فوق وحطها في السرير، ابتدى يمسح لها النزيف اللي كان جنب بقها ويمسح لها وشها ويحط لها كمادات على راسها ويهتم بيها. قال لها بحنان: أنا عايز أعرف يا سهر الحقيقة كلها، قولها لي كاملة. صدقني أنا عايزة أقول لك الحقيقة كلها، لكن هتصدقني؟ بصلها بابتسامة جذابة وقال لها بحب: هصدقك يا سهر. أما عند حور لما راحت الجامعة كانت عمالة تفكر في جاسر، ما تنكرش إن هي كانت متوترة لما تقابله، ولما دخلت المحاضرة كانت متأخرة 5 دقايق على الرغم من إنه سمح لبنت قدامها بالدخول. حست إن هي مرتاحة لما سمح للي قبلها، لكن لما جت تدخل وقفها صوته لما قالها بضيق: رايحة فين يا أنسة؟ ابتدت تخاف من صوته وقالت له: أنا داخلة المحاضرة، هكون رايحة فين يعني؟ ممنوع حد يدخل المحاضرة بعدي، اطلعي برا. كانت لسه هتعيط لكن مسكت دموعها واتكلمت بشجاعة وقالت له: وش معنى يعني دي دخلت وأنا لأ؟ هو الفرق بينا كان ثواني. هو أنت لسه هتناقشيني؟ هاتي الكارنيه بتاعك. مش جايبة حاجة ومش عايزة أحضر محاضراتك. قالت جملتها وابتدت تتحرك في اتجاه الباب، فقال: حد فيكم يعرف لي اسمها ايه؟ اتسمرت مكانها لما واحدة قالت له بدلع، قامت وقفت وقالت له على اسمها بالكامل. بعد ما البنت ادته اسمها قال لها بضيق: مبروك عليكي، شلتي السنة، لا مش بس السنة، وكمان السنة الجاية، يعني ما عادش ليكي دخول كلية. ما قدرتش تستحمل كل الصدمات اللي جاسر قالها لها ووقعت مغمى عليها. انصدم لما شافها، شالها وطلع بيها لمكتبه. وفي مكان تاني عند سندس وأمها، سندس تقول لها: انت ياما اللي خدت الملف مش كده؟
لا والله يا بنتي ماني، بس أني أخدتها فرصة في مصلحتنا، لكن أني معرفش حاجة عن الملف اللي هو بيزعج عليه ده. مش عارفة حاجة؟ أمال مين اللي خد الملف؟ أني مش عارفة هو مين اللي خده، لكن إحنا لازم نعرف مين اللي خد الملف ده، وكمان يمكن إبراهيم هو اللي خباه أصلا، ويمكن عمل كده علشان كان عايز يضرب البت أو يخلص عليها ويكون في النهاية معاه الحق. والله ماني عارفة يما، عم إبراهيم ده تفكيره واعر قوي ومحدش يعرف هو هيفكر في إيه بالظبط، لكن المهم أني عايزة أبعد البت دي عن طريق ليل بأي طريقة. البت دي خلاص خدته مني يما بعد ما كان يتمنى لي الرضا أرضى. اتدلعي يا اختي وشوفي هي بتعمل ايه واعملي زيها، ما تبقيش متسمرة كده. اما عندي ليل يقول لها انتجي بقى انتجي يا سهر، قلت لك هصدقك، صدقيني هصدق كل الكلام اللي هتقوليه، عرفيني بقى ايه الحكاية وايه الحقيقة كلها. مرات عمك هي السبب في كل حاجة. انصدم ليل من كلامها وقال لها كيف يعني مرات عمي هي السبب؟ فهميني. علشان هي جات لي لما انا كنت تعبانة وهددتني، قالت لي انك لازم تكرهني وانني كمان لازم اعاملك وحش واقلل منك، علشان الحاجة دي بتوجعك قوي ومش هتخليك شايف قدامك. هو دي السبب اللي خلاني اعمل كده، علشان هي هددتني ان هي هتقتلك لو اني ما عملتش كده. الليل بابتسامة يعني هي قالتلك إن هي هتقتلني أني وإنت صدقتها كده عادي؟ طبعا لازم أصدقها، ما انتوا القتلة عندكم حاجة عادية. لا يا سهر انت غلطانة، عمرنا ما حبينا كده ولا حبينا أصلا إن احنا نأذي أي حد، لكن اللي بيأذي حد مننا أو يقتل حد مننا لازم نقتص منه. سكتت سهر وما ردتش عليه، بتحاول تفهم شخصيته أكتر، يا ترى هو طيب ولا هو كمان زي أبو إبراهيم. عموما أنا هسيبك تنامي لك شوية علشان انت عندك محاضرات بكرة. انت بتتكلم بجد؟ يعني انت هتخليني أروح محاضراتي من تاني؟ أيوة بتكلم جد، يلا نامي بقى. طيب أنا هنام فين يعني؟ سهر كانت مفكرة إن هي هتطلع من الأوضة وتنام في مكان تاني، لأنه أخد باله إن دي الأوضة اللي طلعها منها قبل كده بسبب سندس، فقال لها هتنامي هنا. سهر باستغراب طب وانت وكمان سندس لما تعرف يعني إن أني هنام هنا برضو. سكتت شوية لكن رجعت قالت له طيب سندس. هو بعدين يا سهر ما تنامي ولا هرجع في كلامي من تاني، انت حرة. اتغطت تاني وقالت له لا لا خلاص أني حنام. نامت بسرعة، فضل واقف قدامها يتأمل ملامحها الجميلة، كان عمال يبص لها بحب. في الوقت ده دخلت مفسدة اللحظات الحلوة اللي قالت له بغل الله الله قاعد جنب الهانم. شش أنا ما صدقت إن هي نامت، هي تعبت جو النهاردة، انزلي تحت. خافت من صوته وقالت له اكده يا ليل ماشي تمام. أما في مكتب جاسر كان زعلان جدا على اللي حصل لحور، لأنه هو كان السبب فيه، كان بيحاول يفوقها ويقول لها يا أنسة حور أنسة حور. ابتدت حور تفوق وتفتح عينيها، وأول الصورة ما وضحت قدامها افتكرت كل اللي حصل لها وإن مستقبلها خلاص ضاع. ابتدت تعيط جامد، حاول يهدها كتير لكن ما كانش عارف. جذبها لحضنه وهي كانت بتعيط وقالت له أرجوك ما تضيعش مستقبلي بالله عليك. كانت بتعيط جامد، ابتدى يطبطب عليها بحنان ويقول لها شش طب اهدي اهدي بقى أرجوكي. وفجأة باب المكتب اتفتح ودخل إبراهيم، اللي أول ما شاف المنظر ده انصدم وقلب ضيق، والله عال بنتي في حضن واحد غريب. انصدم جاسر لما شاف شكله لأنه افتكره كويس قوي، هو ده اللي أخته راحت عنده. أما حور جرت بسرعة واستخبت ورا جاسر وهي بتقول بخوف والله انت فاهم غلط، مفيش أي حاجة من اللي في دماغك. هو انت اللي خدت أختي صح مش كده؟ حور ما كانتش فاهمة حاجة، لكن إبراهيم لما دقق النظر في ملامحه قال له بعصبية هو انت يعني انتم ما وراكمش أي حاجة غيرنا؟ مش كفاية قتلتم مرتي كمان عايزين بنتي؟ وهنا بقى جت فكرة لجاسر إن هو يقدر بيها يرجع أخته، فقال له على فكرة أني وبنتك في بينا علاقة من زمان. حور بصدمة إيه اللي انت هتقوله ده الله يخرب بيتك. جاسر وهو بيحاوطها هقول ايه يعني، أنا بقول اللي أبوك شافه كله صح، هو يعني شاف بعينه، هتنكري بقى بعد كده؟ ما خلاص يا حور لازم نقول الحقيقة بقى. عيطت حور وهي بتقوله حقيقة حقيقة ايه منك لله كذاب والله يابا كذاب.
قرب منها إبراهيم بكل ضيق ورفع إيده على بنته بكل قوة، وهنا جاسر قلبه وجعه علشانها، لكن رجع لبروده من جديد وقال: عموما دلوقتي سمعة بنتك بقت في يدي واللي يريحك. الكلام ده عصب إبراهيم أكتر، قرب من بنته ومسكها بقوة وهو بيقول لها: بسببك خلتيني أوطي وشي في الطين للي يسوى واللي ما يسواش. هعمل فيكي إيه دلوقتي؟ أنا لازم أغسل العار ده. هتعمل فيا إيه يابا؟ صدقني يابا أنا ما عملتش حاجة. يا تتجوزيه يا هقتلك. وقفت حور مش مستوعبة الكلام اللي أبوها بيقوله لها، أما جاسر ابتدى يحس بنغزة في قلبه، كان بيلوم نفسه على اللي عمله معاها، لكن في النهاية فضل ثابت على قراره. تتجوز بنتي؟ تنحت حور لما لقت باباها بيعرضها للجواز عليه، فقال له: أنا موافقة أتجوزها لكن بشرط. انطق، إيه هو الشرط؟ هشوف أختي الأول وأطمن عليها. إبراهيم وهو بيعصر على نفسه ليمونة: موافق، طلبك مقبول، لكن أتمنى إنك ما تفضحش بنتي وتيجي تتقدم لها. حط إيده في جيب بنطلونه وهو بيقول له: والله بقى على حسب ما أشوف أختي، إن لقيتها كويسة هخلي بنتك معززة ومكرمة. متشكر يا ابني. هو انتي يلا نجري قدامي. ليه كده يابا؟ ليه يابا مش مديني فرصة أفهمك حاجة؟ انجرى يا بنتي قدامي، انت ما انتش شايفة اللي جوايا منك. ما عملتش حاجة يابا صدقني. نزل بإيده مرة تانية وهو كان بيقول لها بدي: اخرسي بقى. جرت تستخبى ورا جاسر وهي بتقوله: أرجوك أرجوك يا جاسر ما تخلوهوش ياخدني، أنا خايفة منه. إبراهيم راح عليها بضيق وبعدها عنه وشدها وهو بيقول لها: يا بتل، وكمان هتقولي اسمه قدامي. أبوها شدها وخلى كل الجامعة اتفرجت عليها، حطها في العربية وراح بها على قصرهم، وهناك كان لسه ليل وسهر خارجين، لكن لقوهم داخلين. استغرب ليل من اللي والده بيعمله مع أخته لأنه رماها في الأرض بكل قوة. مالك يا بوي؟ ايه الحكاية؟ هتعمل كده في أختي ليه؟ عشان الهانم جايبها النهاردة من حضن واحد غريب. اتضايق الليل وما كانش مصدق نفسه، وكمان سهر حطت ايدها على بقها بصدمة، اما والدته تقول: ايه الكلام اللي هتقوله ده يا حاج؟ اني بنت عمرها ما تعمل كده ابدا. اهي عملت يا اختي بنتك وحطت راسنا كلياتنا في الطين، وكله بسبب مين؟ كله بسبب اخو الهانم اللي تلاقيها متفقة معاه كمان. سهر بصدمة: اني مش فاهمة اي حاجة من الكلام اللي انت هتقوله. لا ما تقلقيش، ماني حفهمك بطريقتي، بس بعد ما اخوكي يتجوز بنتي قسما بالله لو انت نطقت حرف قدام اخوكي لكون دفنك بالحياة هنا، انت فاهمة؟ اخويا جاسر، اخويا جاسر، تقصد هو اللي عمل كده؟ صدقني لا، مستحيل، اخويا عمره ما يعمل حاجة زي كده. قرب منها إبراهيم وحط الفون قدام وشها، كان واضح قدامها أخوها وهو شايلها من المدرج، وكان ضممها لحضنه لما كان طالع بها لمكتبه. واضح كده إن في زميلة لها كانت حقودة عليها هي اللي بعتت الفيديو ده لإبراهيم. قرب منها ليل يمسكها بقوة ويقول لها: انتجي، صحيح انت اللي عملتي كده؟ كنت متفقة مع أخوكي؟ سيبها دلوك يا ابني، اخوها جاي النهارده علشان يطمن على اخته وبعدين يتجوز اختك الزباله اللي خلت راسنا في الطين، وبعد كده نشوف احنا هنعمل فيها ايه. اياك تنسي تحذيري، انت فاهمه؟ اياك تبيني له اي حاجه. هزت راسها بخوف وهي بتقول له حاضر، فليل يقول لها: اطلعي فوق، مفيش خروج ليكي بره. جرت سهر بسرعة على فوق، كانت خايفة منهم كلك، أما هو بص لأخته قال لها بقرف: عمري ما كنت أتخيل إنك أنت اللي تعملي فينا كده، ادفع عليكي. حتى أنت كمان يا ليل، طب اسمعني اديني فرصة. يسمعك؟ هو لسه هيسمع؟ هو لسه في كلام هتقوليه؟ لك عين تنطقي بعد اللي أنا شفته بعيني. جذبها وراح بها على أوضة، حاولوا يتدخلوا لكن ما سمحش لأي حد إن هو يتدخل، خبطوا كتير على الباب لكن هو أخدها ودخل بها أوضة وقفل الباب وابتدى يعاقبها بطريقته. واضح كده إن إبراهيم ما بيرحمش سواء كانت بنته أو حتى مرات ابنه. أما في جنب كان في اتنين شمتانين عمالين يبصوا بانتصار، لكن مفيش حد واخد باله منهم. هو أخيرا إبراهيم طلع من أوضة بنته بعد ما أغمى عليها، وطلع من البيت كله. جرت بسرعة أمها وكمان ليل على الأوضة، ابتدى ليل يدوي جروحها، أما والدتها بعد ما ليل خرج غيرت لها لبسها. كانوا الاتنين واقفين جنبها وزعلانين علشانها. أما في بيت جاسر يقرب من والده ويقوله: بصراحة يابا أني هروح أتقدم لواحدة النهاردة. إسماعيل يقوله بدي: لا والله، طب كويس إن حضرتك جاي تبلغني دلوقتي، ولا مفيش داعي كنت تبلغني؟ يابا حضرتك هتفهم كل حاجة بعدين.
وهو ايه بقى ان شاء الله اللي اني حفهمه؟ الكلام ده سمعته حنان اللي دخلت تقول: ايه يا ابني الكلام دي؟ معقول هتتجوز بنت مين يا ولدي؟ هتعرفوا كل حاجة، لكن بالليل يما هقول لكم على كل حاجة. أرجوك يابا، أنت يعني أكيد واثق في كلامي. ماشي يا ابني، لما نشوف آخرتها معاك. ربنا يهنيك يا ولدي، يا رب تبقى عروسة بنت حلال. إن شاء الله يما، يا ريت بقى تجهزوا علشان يدوب على ما نوصل لهم. أما عند حور لما فاقت كانت بتحاول إن هي تأذي نفسها، لكن لحقتها والدتها وكمان أخوها في الوقت المناسب. أمها تقول لها بحزن: ليه كده يا بنتي، أنت عايزة تموتي كفرة؟ هأعمل إيه يعني يما، محدش مصدقني. لما يبقى الكل مش واثقين في تربيتي يبقى هو ده الحل. إبراهيم من بره يقول: الكل يجهز، الجماعة على وصول. يلا يا حور قوم اجهزي، عريسك زمانه جاي. فقصر إبراهيم أول ما دخل إسماعيل وعيلته وشاف إبراهيم في وشه انصدم، بص لابنه بضيق وقال له: أنت جايبنا هنا ليه يا ابني؟ ما تقلقش يا إسماعيل، حيفهمك كل حاجة لما ندخل ونقعد شوية مع بعض. في الوقت ده سهر كانت نازلة، وأول ما شافت والدتها جرت بسرعة عليها وحضنتها وهي بتقول لها: وحشتيني قوي يما. حنان كانت فرحانة جدا، ما كانتش مصدقة نفسها إن هي شافت بنتها من جديد، وقالت لها: طمنيني عليكي يا حبيبتي، عاملة إيه؟ جوزك عامل معاكي إيه؟ اتوحشتيني قوي يا بنتي. ما تقلقيش عليا يما، أني بخير الحمد لله. قرب منها جاسر أخوها وضمها بحب وخدها بعيد عنهم شوية وقال لها: طمنيني عنك، قوليلي كل حاجة، ما تكدبيش عليا يا سهر. أني كويسة يا جاسر، ما تقلقش عليا، صدقني أني بخير، لكن قولي أنت ليه عملتي كده مع حور؟ طمني. اتهرب من كلامها وقال لها: الحمد لله إنني طمنت عليكي، حابة أقولك بعدين. بصت لأبوها بعتاب وما نطقتش، أما أبوها بص لجاسر وقال له: أنا عايز أعرف أنت جايبنا هنا ليه؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني أنت يابا مش هتحضني؟ يعني أنت مش فرحان إنك شوفتني؟ ما ردش عليها ولا عبرها، حست بوجع في قلبها والحزن ظهر على وشها، ووالدتها زعلت علشانها. كان بيبص لجاسر ومستني منه رد. يابا أني جايبكم هنا علشان أني جاية أطلب بإيد الأنسة حور. حور من دي مش فاهم. بت يا إسماعيل. إسماعيل بالصدمة: أنت بتقول إيه؟ يبقى أنت أكيد اتجننت. هو أنت مفكر إنك هتحطني قدام الأمر الواقع؟ أنا مش موافق على الجواز. بس أنا موافق يابا وهتجوز. كده طيب، يكون بعلمك لو أنت اتجوزته يبقى تبعد عنني، ولا تكون ابني ولا أعرفك. جاسر أخد بابا على جنب علشان يهديه وقال له على جنب: مالك يابا، إيه الحكاية؟ هو أنت ناسي إن الراجل دي كان بيهددك في يوم من الأيام؟ إحنا يابا ناخد بيته ونكسره بيه. إسماعيل فكر في كلام ابنه وقال له: تصدق ياض عندك حق، أني موافق. أني موافق على جوازة ابني جاسر من بنتك حور. شوف أنت عايز نكتب الكتاب إمتى وإحنا موافقين؟ كتب الكتاب هيكون بكرة. انصدمت حور من الكلام ده، لكن والدها مش مديها أي فرصة تنطق. أما إسماعيل يقول: خلاص على بركة الله، نيجي بكرة ونجيب المأذون معانا. استأذن إسماعيل وعيلته، وحنان بصت لبنتها وودعتها ومشوا. أما حور تقول لباباها: يابا اديني فرصة أثبت لك إن أني صح وإنني مظلومة. خدي بنتك على أوضتها، ولو حصل منك أي حاجة يا حور تبين إنك رافضة الجوازة، أني مش هبطل فيك ضرب، فهماني؟ أما عند سهر طلعت على فوق وطلع وراها ليل اللي كان متضايق جدا للي بيحصل لأخته، وقال لها بضيق: بقى انت اخوك يعمل كده في اختي؟ صدقيني زي ما اختي انضربت من ابويا كل ده، انا كمان هعمل معاكي كده. انا مليش ذنب يا ليل، ليه دايما بتاخدني بذنب اي حاجة بتحصل؟ المفروض انك انسان متعلم وفاهم، انا معرفش اي حاجة عن اللي اخويا عملها. اتأثر بكلامها لكن قال لها بدي: تعرفي أني كل مرة بسامحك على أغلاطك، لكن كله كوم، والمرة دي كوم تاني. اللي حصل لأختي بسبب أخوك مش هسامحك عليه أبدا لو عرفت إن أنت لك يد فيه. يلا اتخمدي، واقفة ليه كده؟ صدقيني هتشوفي الويل معايا في الأيام اللي جاية، بس أعرف إن كان لك يد ولا لا. أما في بيت إسماعيل نلاقيه بيتكلم في التليفون ويقول: ألو، أيوة جهزت كل حاجة، عملت كل اللي أنا قلت لك عليه. أيوة أني جهزت كل حاجة، شغلنا كله ماشي مظبوط، وكمان ورق الصفقة بتاعت إبراهيم إكده جالك لحد عندك، مبروك عليك الصفقة. الحقيقة أني ما أعرفش من غيرك كنت عملت إيه. ولا يهمك يا عم، احنا اخوات، لكن ما تنساش انك تتخلص بقى من سهر في اسرع وقت، ولا تكونش عاطفة الابوة هتمنعك تعمل كده.
ابوة مين؟ طالما الموضوع فيه مكسب لي وهعيش حياة عمري ماني عشتها في داهية. اني اصلا ما هحبش خلفة البنات من الاول. يا مري يا مري، انت عايز تقتل بنتك؟ قرب منها بسرعة، مسكها بضيق وهو بيقول لها: هو انت يا ولية بتطلعي لي من تحت الارض؟ وقسما بالله لو ما حطيتي لسانك جوا بقك لكون مخلص عليك انت كمان، انت فاهمة؟ كده؟ للدرجة دي؟ ليه، هو الموت عندك عادي كده وسهل؟ ابتسم بشر وقال لها: ما هو اللي يقتل مرة يقتل 1000 مرة، اخفي بقى من وشي أحسنلك. حنان بدي: لا مش هخفى من قدامك، انت ازاي بالجبروت ده؟ اني مستحيل اخليك تلمس بنتي ولو حتى شعرة منها، انت كيف تكون ابوها؟ الابوة اتشالت من قلبك للدرجة دي؟ عشان اني ما بحبش البنات، مش بحبهم، وانت جبتيها وانت عارفة انني ما هحبش البنات. أنا عمري ما شفت قلبي في الدنيا كيف قلبك، كيف ما بتحبش البنات، يعني هي ما حركتش أي حاجة جواك، ما حركتش مشاعر أبوة جواك. أنت كيف تكون إنسان؟ مستحيل، ده الحيوان فيه رحمة على ضنا أكتر منك. إزاي بتستغل ضعفنا كده؟ ربنا خلقك علشان تستقوى علينا، منك لله. مشت من قدامه، كانت حزينة جدا على بنتها، كانت بتقول لنفسها: أني لازم أبلغ بنتي باللي أبوها عايز يعمله معاها، لازم أبعدها عنه، لكن مش عارفة أوصل لبنتي إزاي علشان أبعدها عنه. وفي يوم فرح جاسر وحور النهاردة كان كاتب كتابهم، البيت كله كان بيستعد وبيجهز. أما في أوضة سهر لما صحت من نومها علشان تستعد للحفلة كانت حاسة إن هي تعبانة، لكن قررت إن هي تتحمل على نفسها علشان أخوها ما يلاحظش أي حاجة من تعبها. لكن غصب عنها لما افتكرت اللي حصل لها نزلت دموعها. في الوقت ده كان داخل ليل، اللي أول ما شافها كده اتضايق وفهمها غلط في قلب دي. يا سلام، ممكن أعرف إيه هو سبب الدموع دي دلوقتي؟ ولا يكونش انت قصدك توصلي حاجة تانية لأخوك عنك؟ صدقني مش اللي في دماغك، ومش معقول أبدا يكون هو ده قصدي. أنا مش عايز أسمع حاجة، اللي أعرفه إنك لسه ما جهزتيش لحد دلوقتي، ممكن تقومي تجهزي؟ قامت وقفت ولفت وشها علشان تستعد، فقال لها: يا ريت تلبسي حاجة عدلة، وكمان تمسحي دموعك دي وتغسلي وشك، اعملي في أي حاجة، ما تبينيش أي حاجة من اللي عندك دي. مشت سهر بعد ما هزت راسها بالموافقة، لكن هو قال لي نفسه بحزن: أني حاسس إني شكلها تعبان، التعب واضح جوا على وشها. لبس ليل وبعد كده نزل. أما سندس تقول لوالدتها بدي: شايفة يما، شايفة البه نسى إن هو متجوز؟ شايفة يا اختي بعناية التنين، ما قلتلك الحقي جوزك قبل ما يسيبك؟ الحق اعمل له ايه يعني يما؟ من ساعة ما كتبني وكل شوية الفرح يتأجل، يحصل له اي حاجة ويأجله، ولحد دلوقتي مش عارفة فرحنا هيكون امتى. تقريبا كده يا سندس يا بنتي، البت دي اللي حست عقله، الله اعلم بقى ان كنت هتعرفي ترجعيه تاني لجيبك ولا لا. يوه ياما ما تعصبنيش بكلامك ده، هو ما هيحبش غيري، اني عارفه كده، هي الظروف بس اللي ما سمحتش لحد دلوقتي ان احنا نعمل فرحنا كده. طيب يا اختي بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. جهزت سهر وكان ساعتها ليل في انتظارها، كانت جميله جدا. قال لها: يا ريت تحطي ايدك في ايدي علشان الكل يفكر ان احنا زي اي اتنين زوجين عادي. هزت راسها بالموافقة، فقال لها: ويا ريت كمان الضحكة ما تفارقش وشك، ماشي؟ عايز دايما اشوف الضحكة على وشك. هزت راسها بالموافقة وسكتت. قرب منها ومسك ايديها ونزل بيها. ما تنكرش ان هي توترت جدا اول ما مسك ايديها، وهو كمان ما ينكرش ان هو كان سعيد جدا من جواه، لكن لسه ما اظهر لهاش الموضوع ده. نزل ليل وسهر وكانت الأنظار عليهم قد إيه كان شكلهم جميل، وكمان خرجت حور اللي كانت لابسة فستان يجنن عليها. قد إيه جاسر كان زعلان من نفسه من الطريقة اللي اتجوزها بيها. استغرب ليل لما لقاها رفعت ايديها وحطتها عليه، فقال لها: ايه الحكاية، مالك يا سهر؟ الحقيقة مش عارفة مالي، لكنني حاسة انني دايخة ومش قادرة اقف. سندها بايده وضمها بين احضانه وهو بيقول لها: اهدي بس دلوقتي، ما تقلقيش على بس ما الفرح يعدي، هم خلاص كتبوا الكتاب اهو. كانت محرجة جدا منه، لكن فعلا كانت دايخة وقالت له: طيب حاضر. إسماعيل كان بيبص لسهر، بيبص لها نظرات مش مفهومة، لكن جاسر أخوها قرب منها وقال لها: خلي بالك من نفسك، وأي حاجة تحصل تكلميني، أني سندك وأخوك. ربنا يخليك ليا يا أخويا ويهنيك يا رب.
أنا متشكر جوا يا ليل إنك بتعامل أختي المعاملة دي، صدقني أختك هتكون في عيني. أتمنى كده يا جاسر. حضنت أخوها وهنته وبعد كده راح لعروسته. الكل كان مشغول في الفرح، كانت بتبصله بسعادة لكن ما كانتش قادرة تقف، فقالت: أني مش قادرة أقف، أني هطلع فوق، أصل الجزمة لسه جديدة يعني وضيقة عليا شوية. طيب تمام، اطلعي غيريها وانزلي. طبعا سندس كانت شايفة ليل وسهر وهم كانوا مقربين من بعض والموضوع ده كان مضايقها، واستنت لما سهر طلعت وحبت هي كمان ترسم دورها. قربت من ليل ولزقت فيه، كان متضايق جدا وبيكز على أسنانه. لكن استغرب جاسر لما لقاها واقفة جنب ليل، وعلشان كده قال لها: هو انت مين بالظبط وازاي تتجرأي انك تمسكي في ايد ليل بالشكل ده؟ سندس بغرور: أني مرات ليل التانية. شهقت حنان بصدمة وكمان جاسر اللي انصدم من كلامها وقال له: انت ازاي متجوز واحدة تانية غير اختي؟ رد ابراهيم عليه بضيق وقال له: وانت مالك، دي حاجة خصوصية بين الراجل ومراته. وفجأة الكل شهق بصدمة لما سمعوا صرخة سهر من فوق. أما حنان نادت على بنتها بأعلى صوتها ووقعت مغمى عليها. الكل جرى على فوق ما عدا اسماعيل اللي كان كله برود، فضل جنب حنان اللي كان مغمى عليها في الأرض. ولما طلعوا فوق الكل اتفاجئ لما شافها، لأنها كانت مطعونة وبتنزف كتير. الليل وجاسر كانوا في حالة صدمة، كانت دموعهم بتنزل. قالت بضعف وهي بتبص لجاسر: علشان خاطري يا جاسر اوعى تعمل أي حاجة لحور، حطها في عينك يا جاسر عشان خاطري لو بتحبني. بصت لليل بضعف وهي بتقوله: بحبك يا ليل. قالت كده وأغمى عليها. بصلها ليل بصدمة، مش عارف مين اللي عمل فيها كده. شالها بسرعة وحطها في عربيته وطلع يجري بها على المستشفى. كل اللي في البيت جروا ورا ليل على المستشفى علشان يطمنوا على سهر، ما عدا سندس وأمها. ابتدت حنان تفوق وقالت بضعف: بنتي، بنتي فين؟ إسماعيل يقول لها ببرود: جوزها خدها على المستشفى. حنان قامت وقفت وقالت له بضيق شديد: انت هتقول ايه يا راجل؟ انت عملت ايه في بنتي؟ وديني على المستشفى، وديني لبنتي. اضطر اسماعيل يسمع كلامها وياخدها ويروح لسهر في المستشفى. والحوار ده كانت سندس وامها مستمتعين بيه جدا. اللي لفت وشها لامها وقالت لها: تعرفي يما، اني نفسي اعرف مين اللي عملك ده. امها باستغراب: ليه يا سندس يا بنتي عايزه تعرفي اللي عمل فيها كده؟ علشان أنا عايزة أشكره يما، أنا مش قادرة أصدق. معقول أخيرا العقبة اتشالت من طريقي، أخيرا حصحى مش هلاقيها. يسمع من بقك ربنا يا بنتي، وفعلا إلهي ما تصحاش أبدا من رقدتها. يا رب يما يا رب. أما في المستشفى دخلوها بسرعة على أوضة العمليات. كان واقف حزين جدا لحد عيلته لما وصلت وكان معاهم حور. أما جاسر أول ما شافها جرى عليها بسرعة وحضنها. انصدمت في البداية لكن افتكرت إن هو جوزها وواجب عليها إن هي تواسيه في حالته، لأن حالته كانت وحشة جدا وبيبكي. أختي بتضيع، أختي بتضيع مني يا حور، دي مش بس أختي، دي بنتي أنا اللي مربيها. حور قالت له بحزن لحالته: إن شاء الله هتقوم بالسلامة، ما تقلقش. جاسر دموعه كانت بتنزل. إبراهيم كان واقف ساكت لكن كانت صعبانة عليه. وبعد ساعتين أخيرا خرج الدكتور. أول ما خرج الدكتور قرب منه جاسر بسرعة وكمان ليل. أما حنان وصلت كمان في الوقت ده. الدكتور قال لهم: الحمد لله هي عدت مرحلة الخطر. جاسر حضن الدكتور وكان فرحان جدا. وبعد الدكتور ما مشى لف ليل وشه وبص لأبوه بغموض. أما إبراهيم بصله بتوتر. بعد نص ساعة الكل كان في أوضة سهر، اللي أول ما فتحت عينيها ما كانتش شايفة أي حد غير ليل. حضنته بسرعة وهي بتقوله بخوف: خليك جنبي ما تسيبنيش، كانوا هيقتلوني. ليل يقول لها بحب: شش، اهدي اهدي، أني جنبك أهو، ما تخافيش. ضمها ليل وقرب منها جاسر وضمها هو كمان وقال لها بخوف: اكده، ده انت كنت هتموتيني، حرام عليكي. بعد الشر عليك يا حبيبي. أما ليل يقول بغيرة بعد ما جذبها عليه: أني بقول إحنا تعبناك معاك الليلة دي، لو حابب تروح روح بقى. ابتسم جاسر وفهم كلامه. أما حور قالت لها: ألف سلامة عليكي، الحمد لله إنك قمتي بالسلامة. الله يسلمك يا حور، معلش بقى أني قلبت لكم الفرح في المستشفى وخليتكم تقضوا بقيتوا هنا.
جاسر بابتسامة: لا لا، فداكي فداكي يا حبيبتي. طبعا طبعا، فدايا غصب عنك. سهر قالت الكلام ده بمرح، فرد عليها هو كمان وقال لها: ما تتغريش جوك ده، انت بس تقومي بالسلامة. فاكرة الضرب يا بنت على الجفي؟ فاكراه ولا نسيتيه؟ حطت ايدها على قفاها وقالت له: لا يا اخويا، فاكراه جوي دلوقتي، خلاص عندك مراتك، الله يكون في عونك يا حور. الكل ضحك على كلامها، اما سميحة قالت لها: حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلم حضرتك. سامحة تقول لها بحب: لا لا، حضرتك ايه بقى، اني خلاص بقيت امك التانية، ولا انت شايفة غير كده؟ ابتسمت سهر بحب وقالت لها: اكيد طبعا. وفي الوقت ده دخلت والدتها تحضنها بقلق: انت بخير يا حبيبتي؟ طمنينا عليكي، اني حاسة ان وشك تعبان لسه. لا والله يما اطمني، اني بقيت بخير الحمد لله. واخيرا ابراهيم نطق وقال لها: الف سلام عليكي. الله يسلم حضرتك. أما إسماعيل يقول لها بقرف: حمد لله على سلامتك يا أختي. ردت عليه بحزن وقالت له: الله يسلمك يا بابا. هو مش أني قلتلك 100 مرة ما تقوليش بابا دي تاني؟ انت ميتة بالنسبة ليا من زمان. كانت حزينة جدا وبصت في الأرض، لكن ليل بصلها باطمئنان وطبطب عليها بحنان وضمها. دخل الضابط يقول: حمد لله على سلامتك يا مدام سهر. سهر بصت لليل ومسكت ايديه علشان يطمنها وقالت له: الله يسلم حضرتك. احنا بلغنا ان حضرتك اتعرضتي لهجوم، وكمان كان هيؤدي لموت سيادتك. ممكن تعرفينا شكل المجرم؟ لكن انا مش فاكرة الصراحة، لانه كان لابس حاجة على وشه. يعني حضراتكم مش حابين ان انتوا تشكوا في اي حد؟ ردت حنان وقالت: ايوه احنا شاكين يا باشا. اترعب اسماعيل لما قالت كده، كان بيبلع ريقه بصعوبة. الضابط قال لها: حضرتك شاكة في مين بالظبط؟ اني شاكة في محمود ابوها. الكل شهق بصدمة. الضابط قال لها: حضرتك متأكدة من الكلام ده؟ ايوه طبعا متأكدة، انا سمعته امبارح بيتكلم مع حد بيتفق معاه ان هو يقتل بنته، وهو مجوزها كمان غصب عنها عشان الطار. الضابط طلب من العساكر ياخدوه، وحنان عيطت علشان بنتها. اما سهر تقول بحزن: انا مش قادرة اصدق، معقول بابا هو اللي يكون عايز يعمل فيا كده؟ استوعب الكلام ده ازاي؟ اهدي يا سهر، اهدي يا حبيبتي، انت لسه تعبانة. انت بتقولي اهدي؟ اهدى ازاي؟ انا عملت ايه لده كله علشان يعمل معايا انا كده؟ انا بنته. فضلت ماسكة فيه وعمالة تعيط ومنهارة، مش قادرة تستوعب إن كل ده بسبب أبوها. معقول في أب كده في الدنيا كل ذنبها إن هي بس بنت؟ شاور للممرضة علشان تديلها حقنة تهديها. وفعلا الممرضة ادت لها الحقنة ونامت. الكل كان حزين جدا علشانها. بعد كده ليل شاور لجاسر علشان يطلعوا برا يتكلموا. في مركز الشرطة نسمع إسماعيل بيقول: أني ما عملتش حاجة يا باشا، أني مظلوم. إزاي بقى حضرتك مظلوم وكل الأدلة ضدك؟ يا باشا بقولك ما عملتش حاجة، أنا كنت واقف في الوقت ده تحت معاهم. أما برا التحقيق كان واقف ليل وجاسر. ليل كان مستغرب فقال لجاسر: أنا عايز أعرف هو ليه أبوك بيكره سهر جوك ده؟ أيوة فعلا هي دي الحقيقة، من يوم ما بدأت تكبر وهو مش بيحبها. ده كمان قعدها من التعليم، لكن هي كملت من وراه. دايما كانت بتعيط بسببه. كنت أتكلم معاه لكن هو ما كانش يعجبه كلامي. لكن في الحقيقة عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن هي توصل به للدرجة دي. معقول في أب يحاول يتخلص من بنته؟ أما عند إسماعيل الضابط بعد ما ضغط عليه قال: أيوة أني اللي عملت كده، أني وسندس مرات جوز بنت التاني. يا جبروتك يا أخي، تعمل كده في بنتك ليه؟ مش عايزها، وجودها ملهوش لازمة، مش هي بنت يبقى قلتها أحسن. نادى الضابط على العسكري علشان ياخده على الحبس. لكن قبل ما العسكري يتحرك دخل واحد وقال له إن ليل وجاسر موجودين برا وعايزين يدخلوا، فسمح لهم بالدخول. ممكن أعرف حضرتك اتوصلت لإيه في التحقيق معاه؟ الضابط بحزن: للأسف هو اللي عمل كده فعلا في بنته، ومعاه كمان مرات حضرتك يا دكتور ليل. الليل بصدمة: معقول سندس هي اللي عملت كده معاه؟ متى ده وليه؟ الليل يقول بضيق لإسماعيل: ليه عملت كده؟ ليه؟ دي كانت بنتك، تقف مع الغريبة ضد بنتك؟ والله هي ادتني اوراق صفقة ابوك في مقابل انني اقتل بنتي. اكده اكده بنتي انتوا كنتوا هتموتوها، وليه بقى تموت من غير ما استفاد؟ بقى انت بني ادم بتبيع بنتك علشان الفلوس يا حيوان؟
وما باعهاش ليه يعني؟ ماني قتلت امك قبل كده علشان الفلوس كمان، لكن للاسف خلاص اديتكم بنتي وما طلعتش منكم باي حاجه، لكن اني لقيت لي مصدر تاني هعمل بها ايه بنتي يعني؟ ياه، يعني انت اللي عملت كده في امي وبتعترف كده بكل سهوله؟ يعني انت مش خايف حتى من ربنا؟ لكن انت عارف اني مش هوسخ ايدي بدمك، اني حاسبك تاخد جزائك. أما جاسر يقول بحزن: معقول أنت أب؟ إزاي الفلوس عمت قلبك بالشكل ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده أنت بنتك عمرها ما جت عليك في يوم من الأيام، ما كانتش بتقولك غير نعم وحاضر منك لله. الضابط أمرهم إن هما ياخدوه من قدامه يودوه على الحبس، وبعد كده اتصل ليل على أبوه إبراهيم وقال له: أيوة يابا، لو سمحت خلي سهر تروح على البيت، انجلوها هناك، أني هروح على البيت دلوقتي. إبراهيم باستغراب: ليه يا ابني مش فاهم؟ فهمني. بعدين يابا هعرفك كل حاجة بسرعة لو سمحت. وفعلا والده نفذ كلامه وأخدوا سهر معاهم في العربية وراحوا كلهم هناك على القصر. وأول ليل ما رجع للقصر كانت الحكومة معاه، أما سندس وأمها كانوا مرعوبين. الضابط يقول لهم: معانا أمر بالقبض عليك يا مدام سندس بتهمة الشروع في قتل المدام سهر. سحر شهقت بصدمة وهي بتقوله: ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ اكيد الحرباية هي اللي بلغت على بنتي، ما تتكلم يا ليل، مش دي مراتك؟ ليل يقول لها ببرود: هو انا ما قلتلكيش؟ هو ايه اللي ما قلتليش ايه يا ابني؟ ليل بص لسندس وقال لها: انت طالق، طالق، طالق يا سندس. صوتت سندس وهي بتقوله: انت بتطلقني اني علشان بنت الراجل اللي قتل امك؟ الكل كان واقف مصدوم، وسهر ما كانتش فاهمة أي حاجة. قال لها بضيق: للأسف انت زيك زيه بتموتوا الناس بقلب جامد، على فكرة هو اللي اعترف عليكي ومعايا كمان كل التسجيلات بتاعته. شغل لهم التسجيلات اللي معايا علشان الكل يصدق كلامه. أما هي قالت له بضيق: اكده يعني كل حاجة خلاص راحت؟ كملت بشر وهي بتقول: يبقى خلاص موتك على يدي زي ما خربت حياتي وخدت الإنسان اللي أنا بحبه. الليل قطع كلامها وقال لها: للأسف انت ما حبتنيش، انت بتكرهي ان اي حد ياخد حاجة منك مش اكتر من كده، انت كنت معجبة بيا وبشخصيتي، ربنا يسامحك على كل اللي عملتيه، مش هي دي تربيتنا فيك يا بنت عمي. قرب منها إبراهيم بدي ادالها كف ورماها وهو بيقول لها: خدها حضرة الضابط، مش عايزينها. صرخت أمها بأعلى صوتها مش عايزة حد ياخدها، لكن كمل ليل وقال: على فكرة كمان يابا، الهانم دي هي اللي طلعت سرقة الصفقة بتاعت جنابك، للأسف انت اتهمت سهر وعذبتها وما كانش لها أي ذنب في أي حاجة. والدتها تقول لها بحزن: ليه يا بنتي عملتي كل ده؟ سندس تقول بشر وتكشف عن وشها الحقيقي وهي بتقول: علشان أني بكره عمي، بكرههم كلهم، دايما بيفضلوا حور علي، حتى لما أعجبت بابن عمي جوزوا لواحدة تانية غيري، دايما بيفكروا في نفسهم وبس، أني فرحانة إن هو خسر الصفقة دي. إبراهيم ادالها واحد تاني وقلب زعيق: خدوا البت دي من وشي بدل ما اقتلها، على ما يجي أبوها يجي يشوف تربيته لبنته ولا تربية مرته. وفعلا الضابط أخد سندس ومشى، وسحر جرت وراهم. إبراهيم وقف بكل حزن يقول: أنا آسف يا بنتي، حقك على راسي. سهر تقوله بإحراج: صدقني ما فيش أي حاجة، ده كان رد فعل طبيعي من حضرتك، أنا مش زعلانة. يعني أنت يا بنتي مش زعلانة مني على كل اللي أنا عملته معاكي؟ وطت على إيده بستها وقالت له: لا أبدا، صدقني مش زعلانة منك خالص يا عم. وفجأة شالها ليل واستأذن منهم، وهي اتحرجت جامد، كانت عمالة تستخبى فيه وهم كانوا عمالين يضحكوا عليها. وبعد كده استأذنت حنان ومشت. جاسر بص لحور وقال لها: طب يلا احنا بقى علشان نروح بيتنا. حور بصت له بإحراج وسكتت. فإبراهيم يقول: خلي بالك منها يا ولدي، عايزك تحطها في عينيه. حاوتها بحنان وهو بيقول له: طبعا يا حاج، دي في عينيا التنين. طيب نستأذن احنا بقى. مستعجل ليه قوي كده يا ولدي؟ اصبر، عندي لك مفاجأة حلوة هتعجبك قوي. أما عند ليل وسهر قال لها: بصي، أني بطلب منك إنك تسامحيني على أي حاجة عملتها فيكي، لكن أني عارف إنني ظلمتك كتير قوي. نزلت دموعها وهي بتقوله: أنا مسامحاك، صدقني مسامحاك. اكده؟ طب أنا راضي ذمتك في واحدة تقول لواحد مسامحاك وهي بتعيط؟ ممكن أعرف إيه هو سبب دموعك؟
صدقني أني دموعي بتنزل علشان اللي أبويا عمله معاي. أني ما كنتش أتخيل أبدا إن هو اللي يعمل فيا كل ده. يعني ما كفهوش إن هو طلعني من التعليم، والضرب اللي كان هيضربهولي كمان ينتهي به الحال إن هو يخلص علي. مسح لها دموعها بحنان وقال لها: شش، أنا عايزك تهدي يا قلبي. بصي، إحنا هنبدأ صفحة جديدة. أوعدك إنني هعوضك عن أي حاجة شفتها في حياتك، واللي أبوك ورahولك كمان. صدقيني أنا عمري ما حبيت حد في حياتي قد ما حبيتك يا سهر. ابتسمت بسعادة، ابتسامتها كانت جميلة جدا. قال لها: ياه، قد ايه أني حرمت نفسي من الابتسامة الحلوة دي. بتمنى أشوفها دايما على وشك يا سهر. وقبل ما يقرب منها رن تليفونه في قلب دي. أيوة يا حاج، هو دي وقته. أبوه بالضحك: طبعا ياد، هو ده وقته. ابتدى أبوه يحكي له على المفاجأة اللي هو حضر لها. الليل بسعادة. تسلم يا حجي، والله تسلم لي دماغك الحلوة دي. تصدق أحلى مفاجأة بجد. أني نفسي أعوضها يا ولدي على كل اللي هي شافته معاي. ربنا يقدرني وأعرف أسعدها. يلا اجهزوا بقى بسرعة. قفل مع والده وحكى لها على المفاجأة علشان يبدأوا يستعدوا. هو بعد وقت جهز ليل وكمان سهر نزلوا على تحت. ليل يقول: أني كده حلو يا جاسر. في الحقيقة أني اللي أحلى طبعا. هو من ده اللي أحلى؟ أني طبعا اللي أحلى. فضل كل واحد فيهم يقول إن هو اللي أحلى لحد ما سكتهم إبراهيم وقال لهم: خلاص انتوا الاتنين حلوين. وهي دي كانت مفاجأة إبراهيم. كان عامل لهم هما الأربعة فرح جميل جدا. كان بيتمنى إن هو يعوض سهر على الحاجات الوحشة اللي شافتها منه. وبعد وقت انتهى الفرح، شالها قدام كل الموجودين ومشى بيها، طلع بيها على فوق. بحبك وبعشقك يا سهر، قالت له بإحراج. وأنا كمان بحبك يا ليل. أما عند جسر وحور، أول ما دخلوا أوضتهم كانت واقفة بترتعش وخايفة. لاحظ كده وقال لها: اهدي، في إيه يا حور، مالك؟ كانت بترجع لورا وبتعيط وتقوله: أرجوك ما تضربنيش، أني عارفة إنك متجوزني علشان تنتقم مني، صح مش كده؟ جذبها لحضنه واتفاجئت من كده وقال لها: لا طبعا مش كده، ده أني بحبك وعمري في حياتي ما هأذيك. معقول بتتكلم جد؟ طبعا معقول يا بنت، ده انا بعشقك من اول مرة شفتك فيه. ده انا ما صدقت ابوك جه علشان استغل الموقف واعرف اتجوزك. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. بحبك جو يا حور. اتحرجت حور، سكتت وما ردتش. فقال لها: تعرفي اني فرحان قوي، مش قادرة اصدق ان النهاردة دخلتنا وبقيتي بين ايدي. قالت له بتوتر: طيب ربنا يبسطك دايما. ربنا يبسطني يا بنت، قولي لي كلمة عدل. قالت له بإحراج: لا مش جايلة، وريني بقى هتعمل ايه. هرجع لابوكي واقول له مش متجوزها. ضحكت وقالت له: لا انت خلاص ما تقدرش تبعد عني. في دي بقى عندك حق. طب اقول لك ايه، بحبك. قالت له هي حتى عينيها في الارض: وانا كمان بحبك. ولحد هنا خلصت روايتنا. اللي عجبته الرواية يحط لي لايك ويعمل اشتراك في القناة علشان يوصله كل جديد، وما ينساش يفعل زر الإشعار علشان يوصله إشعار بكل قصة جديدة بنزلها. هو عايزة حاجة كمان من حبايب قلبي منا، اللي بيحب منا يحط لها تعليق حلو ويكتب لي كمان أكتر قصة بيحب يسمعها على قناة منا، القصة الصعيدي ولا القصة التانية العادية.